المحاضرة ديت احنا هنتكلم عن العمليات الجارية. طيب احنا عايزين يوصل عندنا مفهوم مهم جدا. الشات خير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسه داخل، احنا لسه يا دوب بادئين دلوقتي حالا اهو. المفهوم اللي عايزينه يوصل قبل ما نبتدي نتكلم عن العمليات الجارية او العمليات الإرادية، هو انك لازم تكون فاهم كويس جدا ان العمليات المالية اللي بتواجهنا بتصنف الى نوعين من العمليات. العمليات الاولى او النوع الاول من العمليات وهو الخاص بالعمليات الرأسمالية والعمليات التمويلية، كلها على بعضيها كده بنسميها عمليات رأسمالية، سواء تكوين الشركات، سواء كان التمويل الذاتي، سواء كان اقتراض طويل الأجل، سواء كان شراء أصول ثابتة، بيع أصول ثابتة، تكهين أصول ثابتة. كل ما هو له علاقة بالعمليات طويلة الأجل بنسميه عمليات رأسمالية. العمليات الرأسمالية هي بتبقى زي ما قلنا في البدايات خالص بتعبر عن شكل الشركة، بتعبر عن الكيان المادي الملموس اللي قدامي. ما هو الكيان المادي اللي قدامي ده عبارة عن ايه؟ زي ما قلنا من البداية خالص، عبارة عن مصادر تمويل وعمليات استخدامات للأموال. مصادر تمويل، بوفر أموال وبستثمر أو بستخدم الأموال ديت، وده الشكل اللي بنعبر عنه في قائمة المركز المالي. قلنا الأغراض الشرح خلينا نفترض مؤقتا قائمة المركز المالي اللي هي على شكل ميزانية، على يمينك الأصول أو الممتلكات أو الاستثمارات، وعلى يسارك مصادر التمويل وعمليات الاستدانة أو الديون طويلة وقصيرة الأجل. وهي كلها على بعضها في مجملها سواء حقوق ملكية أو التزامات هي مصادر أموال. طيب كلام جميل. قلنا بنعبر عن المنشأة بتاعتنا أو المنظمة، بنعبر عنها في الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. على يمينك الأصول أو حقوق المنشأة لدى الغير اللي هي الأصول المتداولة، أو الأصول الثابتة اللي هي بتعبر عن الموجودات داخل الشركة. لما يعني هنعلى شوية ونبتدي ندخل في محاضرة القوائم المالية، هنبتدي نوضح أكتر مفهوم أكبر وأهم من وأشمل من مفهوم الأصول الثابتة، وأكبر من مفهوم الأصول طويلة الأجل، وهو مفهوم الأصول غير المتداولة. زي ما قلنا معايير 2015، وده كلام مهم جدا لازم تكون عارفه، وابتدى العمل بيها من يناير 2016. اتغير شكل قائمة المركز المالي للمرة الثالثة وأصبح عندي، وطبعا مش الشكل وبس، كمان المضمون اتغير في حاجات زي ما هنشوف إن شاء الله في المحاضرة الخاصة بالقوائم المالية. بقى عندي قائمة المركز المالي عبارة عن أصول غير متداولة وأصول متداولة. الاول قبليها بشويه، يعني الشكل اللي كان معمول بيه تقريبا من 2003 على ما اتذكر، كان عباره عن اجمالي الاستثمارات اللي هي الاصول الثابته مجموع عليها، او الاصول طويله الاجل مجموع عليها الاصول المتداوله، مطروح منها الالتزامات المتداوله، بيديني صافي الاستثمار. وكنا بنقول يتم تمويله على النحو التالي، ونبتدي في الجانب الثاني من قائمه المركز المالي او الجزء الثاني من القائمه، وكنا بنقول حقوق الملكيه والالتزامات طويله الاجل، ثم بنقول اجمالي مصادر التمويل او اجمالي مصادر الاموال. الشكل ده اتغير في 2015 واصبحت قائمه المركز المالي عباره عن جزئين. الجزء الاولاني اصول غير متداوله ثم اصول متداوله، والجانب الاخر او الجزء الثاني منها بنتكلم عن حقوق الملكيه ثم الالتزامات غير المتداوله ثم الالتزامات المتداوله. وهنبقى نعرف وقتها ليه صنفناها على انها غير متداوله ومتداوله سواء في جانب الاصول او جانب الالتزامات. نرجع لموضوعنا. موضوعنا بيقول ان الكيان المادي الملموس بتاع الشركه بتاعتنا اللي هو بتعبر عنه قائمه المركز المالي عباره عن ممتلكات ومصادر اموال، او نقدر نسميها حقوق ملكيه والتزامات. انا مش فاتح عشان احط فلوس حقوق ملكيه واستدين للغير، وفي المقابل يبقى عندي اصول وحقوق او فلوس ليا لدى الغير. مش فاتح منشأة أو منظمة عشان أعمل كده بس. يعني أنا حولت النقدية من شكل نقدية
لشكل اصول ملموسه واصول غير ملموسه واصول متداوله، لا طبعا انا مش فاتح عشان اعمل كده، انا فاتح عشان استثمر، عشان الجنيه اللي انا حطيته مصدر تمويل او استدنت بيه اغطي تكلفته، زائد ان انا احقق ربحيه. حلو جدا الكلام ده. ده هيتم بواسطه ايه؟ بواسطه موضوع محاضره النهارده، المحاسبه عن العمليات الجاريه او العمليات الايراديه، الجزء الثاني من ميكانيكا المحاسبه. ميكانيكا المحاسبه يعني ايه ميكانيكا؟ ميكانيكا يعني مكونات واجزاء، بتكلم عن مكونات فسيولوجيه واجزاء. زي ما تقدر تقول ميكانيكا السياره عباره عن موتور، الموتور جواه نفسه في ميكانيكا عباره عن تروس، عباره عن صبابات، عباره عن مجموعه بساتم. دي اسمها ميكانيكا، يعني مكونات بتسلم حركه لبعضها عشان توصلني لحركه نهائيه. مجموعه تروس تسلم حركه لبعضها عشان في النهايه اوصل للحركه النهائيه اللي هي حركه السياره. نفس الفكره بالنسبه للمحاسبه. لما اتكلم عن ميكانيكا المحاسبه، انا عملت الموتور اهو، الموتور اتعمل، الفتيس اتعمل، ميكانيكا السياره كلها جاهزه بالكامل قدامي. الميكانيكا دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن حقوق الملكيه، وعباره عن، او طبعا حقوق الملكيه والالتزامات والاصول او الممتلكات. طيب ما احنا عايزين نحرك، عايزين نوصل للحركه النهائيه اللي هي ايه؟ اللي هي العائد من الاستثمار. عائد من الاستثمار هيتم من خلال ايه؟ هيتم من خلال ايرادات وتكلفه الحصول على هذه الايرادات. وهو ده الجزء الثاني او الحركه او المحرك الرئيسي لعمليه الاستثمار، وبالتالي بتعبر عنها المحاسبه في شكل معالجه محاسبيه لكل العمليات دي، سواء عمليات ايراديه او عمليات تكلفه الحصول على هذه الايرادات. وفي مجملها سواء ايرادات او مصروفات او نفقات، كلها في النهايه بنسميها عمليات ايراديه او عمليات جاريه. طيب يبقى عشان افضل مستمر في تحقيق الحركه بتاعتي، المنشاه بتاعتي ما تتعطلش ما تتوقفش، لازم طول الوقت اكون عندي عمليه ضخ ايرادات للمنظمه بتاعتي. الايرادات شيء طبيعي منطقي جدا، لازم يكون فيه تكلفه حصول على هذه الايرادات، سواء تكلفه البضاعه المباعه او تكلفه اداء الخدمات، سواء كانت في شكل مرتبات في شكل مصروفات. كل الكلام دوت بيكون تكلفه للحصول على الايرادات. عشان كده حتى لما بنيجي نتكلم عن التحليل المالي، لما بنيجي نحلل قائمه الدخل، بنربط كافه البنود اللي موجوده عندي في قائمه الدخل، من سواء تكلفه مبيعات، سواء مصروفات اداريه وعموميه، مصروفات بيعيه وتسويقيه، مخصصات، اهلاكات. كل الكلام ده بنربطه، او لما بنيجي نحلل بنحلل رأسي، فبنربط كافه العلاقات بالمبيعات، لان المبيعات بنعتبرها هي المسبب الاساسي في الحصول على كافه او المسبب الرئيسي في حدوث كافه التكلفه للحصول على هذه المبيعات. طيب عمليات البيع، انا لما ابيع للغير بينتج عن عمليه البيع ديت حقوق، يا اما الحق دوت في شكل نقديه موجود في الخزنه بتاعتي، في شكل نقديه موجود في البنك. انا اديت لك بضاعه او اديت لك خدمه، ففي المقابل هاخد قصاد البضاعه اللي انا بعتها لك او الخدمه هاخد نقديه، او يا اما ان انا يكون ليا عندك فلوس انت ما سددتش، اللي بنسميه حساب العملاء او حساب العملاء التجاريون. فانت ما سددتش او سددت وزادت الفلوس عندي في الخزنه او في البنك، فانا في النهايه عمليات البيع او عمليات الحصول على الايراد بينتج عنها حقوق. طيب كلام جميل. عمليات الشراء والاعباء الاخرى او المصروفات الاخرى او كافه النفقات بينتج عنها التزامات. ما هو يا اما انا هفرط في اصل عندي اللي هو النقديه عشان احصل على البضاعه اللي انا ابيعها، او عشان احصل على تكلفه اداء الخدمه. فانا يا اما هفرط في اصل اللي هو نقديه هتقل، بنك هيقل، او اني ينشا عندي الالتزام ابيع او اشتري بالاجل، فبالتالي هكون ملزم ان انا اسد فلوس الناس. طيب كلام جميل. الحقوق تطلع تسكن جوه بند الاصول والممتلكات. الالتزامات اللي نتجت عن عمليات الشراء والنفقات الاخرى
تطلع تسكن جوه الالتزامات، وناتج مقابله الايرادات او المبيعات مع النفقات والمشتريات، ناتج مقابله الاثنين ببعض. وطبعا احنا لما نيجي نتكلم تكاليف الشيء بالشيء يذكر، طبعا نفرق ما بين مصطلح النفقه ومصطلح التكلفه ومصطلح المصروف ومصطلح الاصل. فيه طبعا شجره تفريعيه للمصطلحات دي كلها، ما علينا. ناتج مقابله عمليات البيع بعمليات الشراء والمصروفات والاعباء الاخرى، ناتج المقابله دي، ما هو يا اما انا اكون ببيع بخساره، فبالتالي هاكل في نفسي، هاكل في اصولي، او هزود التزاماتي، او هاكل في راس مالي. فانا لو عندي خساره تطلع برضه تسكن جوه حقوق الملكيه بتاعتي، تاكل منها، تاكل من حقوق ملكيتي لو انا بحقق خسائر. تخيل معايا، خلينا قلنا في الميزانيه اللي على شكل جنبين، لما يكون عندي هنا حقوق ملكيه، حقوق ملكيه قبل كده لو شاطر وتفتكر معايا كنا بنقول حقوق الملكيه عباره عن راس المال، عباره عن مجمل الارباح والاحتياطيات المرحله والارباح المحتجزه، وارباح او خسائر العام. لو ارباح بالاضافه فتزود حقوق ملكيتي، لو خسائر يبقى بالخصم، وبتاكل من حقوق ملكيتي. وخلي بالك، ما هو يا ريت الخساره هتيجي على حد انها تاكل من حق ملكيتك وبس، لا، ما هي كل خساره لازم ينشا عنها حاجه من اتنين: يا اصل بيتدمر، نقديه بتروح في الهواء، يا اصل بيتدمر. تعال تخيلها معايا كده، نكمل الاول الجمله: يا اصل بيتدمر يا التزام بيزيد. يا اصل بيتدمر يا التزام بيزيد. يعني ايه اصل بيتدمر؟ ما هو انا لما اشتري بزياده، سواء بقى سيبك من فكره اجل ونقدي والكلام ده، لما تيجي تاخد المحاسبه خدها بعمق، ما تبصش على ايه اللي اتحصل وايه اللي ما اتحصلش. لما تيجي دلوقتي انت تبيع بخساره، فبتبيع بخساره، بينشا عندك بقى اصل، سواء حسابات عملاء، حسابات نقديه. النقديه لو هيسكن جواها مبلغ 1000 جنيه مثلا ايراد مبيعات، مطروحا منها 1200 جنيه، خلينا ناخدها بالشكل ده، نقول مطروحا منها 1200 جنيه تكلفه المبيعات، السالب 200 اللي المفروض يبقى جوه النقديه ده هيبقى شكله ايه؟ هيجي منين؟ هو في حاجه اسمها سالب 200 نقديه؟ ما بتجيش كده، ما بتجيش كده. هي بتيجي من شكل تاني، وهو انك بيزيد عندك التزام في جانب الالتزامات هنا من غير ما تاخد بالك. عمال تعطل فلوس موردين، تاخد من الموردين تنتج او تشتري وتعيد البيع، سواء كنت منشأة صناعية او منشأة تجارية. فانت بتاخد من فلوس الموردين، تبيع حق الموردين ده فلوسهم، تبيعه بخسارة، تيجي ترجع الفلوس، ترجع لك فلوس الموردين الا حته، ترجع لك فلوس الموردين الا حته، الا جزء اللي هو ممثل في خساره، تيجي تتراكم عليك الديون. فبيبقى يا ريتها ان هي بتيجي على انها بتاكل من حق ملكيتي، لا، ده يا بتاكل معايا في اصل، بتحرق اصل معايا، يا اما بتزود عليا دين، بتزود عليا التزام وانا مش واخد بالي. عكس الموضوع لو نتكلم على الارباح، يا تزود معايا اصل، تزود معايا نقديه، يا تقلل معايا التزام، وفي النهايه سواء اصل زاد او التزام قل، زي لما هنشوف في محاضره قائمه التدفقات النقديه، وحط تحت البند ده 10000 خط، وافتكروا معايا في محاضره قائمه التدفقات النقديه، لما اصل يزيد معاك او التزام يقل معاك، في النهايه هيكون ربح بيسكن جوه حضن حقوق الملكيه، يبقى اللي ليا بيزيد ما بيقلش. طيب كده احنا نكون اتكلمنا عن الشكل العام. يمكن شكل ميكانيكي النظام المحاسبه ما تفهمش قوي في اول محاضره، وانا كنت عارف ان هو مش هيتفهم بشكل كويس في اول محاضره، ولكن نرجع النهارده لما نرجع ليه بعد ما نكون خدنا العمليات الرأسماليه ونبتدي في العمليات الجاريه، نعرف بقى كده نفهم يعني ايه ميكانيكا المحاسبه. المحاسبه عن العمليات الجاريه. العمليات الجاريه خلينا متفقين
نشوف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ماشي. المحاسبة عن العمليات الجارية. بيقول لي يقصد بالعمليات الجارية تلك الأنشطة التي تقوم المنشأة بمزاولتها لتحقيق أهدافها، مثل عمليات البيع والعمليات المرتبطة بها، وعمليات الشراء والعمليات المرتبطة بها، والتي تؤدي إلى استمرار المنشأة وبقائها من خلال تحقيق أهداف الربحية والأهداف الاقتصادية الأخرى. هو الشات مش ظاهر عندي ليه؟ مش عارف والله. طيب، المختصر المفيد هو هنا زي ما احنا ما اتكلمنا من شويه، عايز يقول لي ان انت عندك العمليات الجاريه عباره عن عمليات المبيعات او العمليات الاراديه بشكل عام، عمليات الحصول على الايرادات وتكلفه الحصول على هذه الايرادات بالمختصر المفيد. تعال نشوف. طبعا الكلام بتاع مراحل عمليه الشراء ده تبقى انت تبص فيه براحتك في الكتاب. وجماعه اللي ما وصلوش الكتاب اتبعت لكل المشتركين معانا عن طريق الميل، فراجعوا الميل بتاعكم لو في حد لسه ما وصلوش الكتاب. وانا كمان الشات مش ظاهر عندي، مش عارف والله يا جماعه، ولو الاستاذه سماح الادمن معانا هي تعرف ترد عليكم، انا مش عارف، انا زيكم يعني. الصوت غير واضح. في مشكله يا جماعه في الصوت ولا ديت مشكله عند حد بعينه؟ الصوت واضح عندكم ولا الصوت تمام؟ الكتاب ملحقش يعني ايه ملحقش؟ مش فاهم. لو تقصد الكتاب ملحقش يعني ما وصلكش، لا الكتاب راجع الميل بتاع حضرتك هتلاقيه مؤكد. طيب الناس كلها بتقول الشات تمام والصوت تمام والصورة تمام وكله زي الفل. مراحل عمليه الشراء ديت ليك انت تبص على الخريطه الذهنيه اللي قدامك ديت تفهم منها الموضوع بشكل في نوع من انواع التفصيل. هنا الموضوع عباره عن خريطه ذهنيه بيقول لك، او خريطه تدفق، بيقول لك ان انت لما بتحتاج الى الشراء بتعمل طلب شراء بالكميات والمواصفات اللي انت عايزها، بتتصل بالموردين بتوعك عشان يوردوا لك الطلبات بتاعتك، بيتم توريد البضاعة في المواعيد المتفق عليها مطابقة للمواصفات، بنسكن البضاعة في المخزن. لو احنا سددنا قيمة البضاعة نقدا خلاص انتهت. الشراء بالآجل فيبقى مطالب مني، هيظهر عندي حساب موردين، فيبقى مطالب مني ان انا اسدد قيمة البضاعة. ممكن اكون بسدد في فترة خصم فاحصل على خصم نقدي زي ما هنشوف ان شاء الله في الموضوعات الخاصة بعمليات الخصم النهارده. سداد قيمه البضاعه وما حصلتش على خصم نقدي، عادي بتدفع اجمالي القيمه المطلوبه منك. نرجع تاني فوق هنا، لو وصلت لك البضاعه ولكن فيها بعض العيوب، احنا هنا السكه ديت افترضنا ان البضاعه وصلت لك واستلمتها وفحصتها والدنيا معاك تمام. طيب على ارض الواقع عايزين نلخص الموضوع، بحب الخص انا على ارض الواقع، سيبك من الكلام ده برجع له براحتك. طيب نكمل الفكره ديت. لو البضاعه معيبه في احتمال من الاثنين بيقابلوك. اللي طيب نكمل يا جماعه، نقول ان في حاله ارتداد البضاعه او ارتجاع البضاعه المعيبه بيتم خصمها من حساب المورد لو كان الشراء عندي آجل، لو كان الشراء نقدي بيتم رد المبالغ المسدده من قبل مره اخرى. في ايه تاني في الشات؟ برنامج بيعمل كده من نفسه، مش عارف والله الحقيقه. المهم، الحالة الثانية في حالة وجود بضاعة معيبة وهي الحصول على مسموحات مشتريات. يعني ايه؟ يعني لو انا شاري مثلا 100 توب قماش، تمام، انا منشأة مثلا تجارية بتاجر في القماش، فاشتريت من المورد 100 توب، فطلع منهم في 10 اثواب، في كل مترين ثلاثة كده، كل ما تسحب مترين ثلاثة تلاقي حتة مقطوعة، تلاقي لون متغير،
ففي الحاله ديت بيعمل ايه؟ يجي بدل ما المورد ترجع له البضاعه وهو يرجع لك فلوس وننقل تاني ونوجع قلبنا من تاني، فيقوم قايل لك ايه؟ طب بص يا سيدي اسحبهم، خليهم عندك زي ما هم، ومثلا هدي لك مثلا التوب بنص الثمن. يعني لو ثمن التوب مثلا 1000 جنيه، فانا هدي لك التوب، هحسب لك التوب على 500 جنيه. الفرق دوت ما بين ثمن البضاعه الاساسي اللي هو 1000 جنيه ثمن التوب الواحد، وال 500 جنيه اللي هو اصبح قيمه التوب حاليا. ال 500 جنيه الفرق ديت بنسميها مسموحات مشتريات. طيب الكلام دوت عايزين نؤكد على انه في حاله الجرد الدوري. اما في حاله الجرد المستمر الموضوع بيختلف، وهنعمل محاضره للجرد المستمر ونقارنها بالجرد الدوري عشان نعرف الفرق والاختلاف ما بين الاثنين، وانه اللي بنستخدمه في الحياه العمليه من الطريقتين والاسلوبين في عمليات متابعه ومراقبه المخزون والمحاسبه عنه. طيب طبعا عايزين نكون فاهمين ان حساب المشتريات بطبيعته حساب مدين، بيعبر عن مصروف، ولكنه مصروف يعني اقرب لعمليه تكلفه الحصول او تكلفه المبيعات بشكل اساسي، هي عمليه المشتريات. لما بنستخدم طريقه الجرد المستمر نشير اليها كده بشكل مبسط دلوقتي، فانا ما عنديش في طريقه الجرد المستمر حاجه اسمها حساب المشتريات. انا ما بعاملش المشتريات اللي انا بشتريها في حاله اتباع الجرد المستمر، ما بعملهاش على انها حساب من ضمن حساب المصروفات او من ضمن النفقات او من ضمن تكلفه الحصول على المبيعات. امال ايه اللي بنوسطه في حاله الجرد المستمر؟ بننسى خالص حساب المشتريات ده وبنعبر عنه في شكل حساب المخزون. بعتبره هنا اصل. الاصل ده بتتم عليه حركه اضافه او حركه خصم. لما بشتري بضيف على المخزون، لما بحول للتصنيع او للبيع مباشره لو انا منشاه تجاريه برضه بوسط حساب المخزون بجعله دائم. ففي حاله الجرد المستمر مفيش عندي حاجه اسمها حساب المشتريات، انساه. اما هنا في حاله الجرد الدوري فبنوسط حساب المشتريات للشراء. سؤال ممكن يجي على بالك احيانا، تقول ايه؟ هو انا ينفع في الحياه العمليه اشتغل بطريقه الجرد الدوري وما اشتغلش بطريقه الجرد المستمر؟ طبعا لازم تكون فاهم ان الغالبيه العظمى بتشتغل مستمر. اقول لك والله لو طريقه الجرد الدوري مناسبه ليك في الحياه العمليه اشتغلها. مناسبه ليك يعني ايه؟ ازاي مناسبه ليك؟ لان جايز جدا تشتغل في صناعه ما يكون فيها صعوبه بالغه في عمليه السيطره على المخزون. يبقى عندك صعوبه ان انت كل حركه بيع او حركه شراء تقدر تسيطر على المخزون ككميات. بتبقى في احيانا عندك انواع من المخزون، مخزون صعب يتعدد، طبيعته كده صعب ان احنا نعدده. وجايز يكون عندك في الحياه العمليه تلاقي في بعض بنود المخزون مطلوب منك تشتغلها جرد مستمر، والبعض الاخر غصب عنك مطالب منك تشتغلها جرد دوري. الله، يعني انا ممكن اضم النظامين في نظام واحد؟ ممكن جدا. ممكن جدا بعض الاصناف تمشي معاها دوري وبعض الاصناف تمشي معاها مستمر. وممكن تعمل لعبه محاسبيه، يمكن نبقى ناخدها ان شاء الله يوم الجرد المستمر. ممكن تعمل لعبه محاسبيه اللي بيها تحول دفتريا طريقه الدوري لمستمر لو انت شغال الطريقتين مع بعض فقط لا غير. لو انا شغال بطريقه الجرد المستمر لاغلب اصناف المخزون، وفي بعض المخزون صعب يتعدد، صعب ان احنا نعمل له وحدات تعديد او وحدات احصاء، فبمشي معاه بطريقه الجرد الدوري. ايه ده يعني؟ عندي النظامين شغال بيهم. لو ملائم لصناعتك تشتغل بالنظامين، ايه المشكله يعني؟
ولكن بلعبه صغيره كده بتحول بالقيود، بتحول طريقه الدوري المستمر في نهايه الفتره عشان تبقى ماشي على سيمتريك واحده في الدفاتر المحاسبيه بتاعتك. طيب لو انا بشتري نقدا بقول من المشتريات الى حساب الخزينه. لو انا بشتري اجل او بشيك او اذا كان كيفما كان نوع تمويل شراء البضاعه، بقول من المشتريات في جميع الاحوال الى الخزينه او الى البنك او الى الموردين في حاله الشراء الاجل. طيب كلام جميل. حلوه قوي اللقطه دي. بيقول لك لو انت اشتريت اجل، انت دلوقتي في مورد معين، المورد ده انت على طول ايه بتتعاملوا مع بعض بدون اوراق وبدون يعني ما يكون الموضوع فيه رسميات قوي، بنوع من انواع العلاقات الشخصيه وبتاع. فهو الراجل بيجيب لك البضاعه، فانت بتثبت حساب المورد بالقيمه من المشتريات الى حساب المورد محمود. اشترينا مثلا ب 10000، جه المورد عشان ياخد الفلوس بتاعته، فانت والله انا ما معيش فلوس، ممكن اديك شيك اجل تصرفه بعد شهر، شيك مقفول تصرفه بعد شهر بالقيمه مثلا 10000 جنيه، او اني مثلا اديه شيك هيتصرف بعد اسبوع، بعد 10 ايام. المهم ان الشيك مش شيك نقدي، يعني مش مجرد ما ياخده هيروح يصرف. طيب في الحاله دي احنا بنعمل ايه؟ بنوسط حساب اسمه حساب شيكات تحت الدفع او شيكات تحت الصرف، او تقدر توسط حساب اوراق الدفع. بقول من حساب، خلاص بقى انا قلت من حساب المشتريات الى المورد، ارجع اقول من حساب المورد الى حساب اوراق الدفع او حساب شيكات تحت الصرف. طيب افرض ان انت مجرد ما اشتريت حررت ورق الدفع، يعني حررت شيك. طبعا موضوع السندات الاذنيه والكمبيالات والكلام ده يعني انتهى خلاص، يعني بقى موضوع الكمبيالات مثلا دوت تلاقيه في بعض الصناعات مثلا زي صناعات او المنشآت التجاريه الخاصه ببيع السلع المعمره، بيع الاجهزه الكهربائيه، الكلام ده بس ممكن نحرر في الوقت ده كمبيالات. ولكن عندي هنا في المنشآت الاعمال التجاريه والصناعيه بيبقى غالب التعامل بالشيكات. انتهى موضوع الكمبيالات والسندات الاذنيه. طيب لو فرضنا ان احنا مجرد ما اشترينا حررنا ورق الدفع، انا هنا ما بوسطش حساب المورد خالص. لو تفتكر انا قلت لك من شويه في حاله لو انا اشتريت دلوقتي من المورد بالاجل وما حررتش اوراق دفع، ما حررتش شيكات، يبقى بالتالي بثبت ان المورد ليها عندي فلوس في الدفاتر، فبقول من المشتريات الى حساب الموردين. طيب جينا بعد اسبوع، بعد 10 ايام حررنا شيك، بنقول من حساب المورد. كده قفلنا حساب المورد وظهر عندي التزام جديد اسمه حساب اوراق الدفع او حساب شيكات تحت الصرف او شيكات تحت الدفع، سميها زي ما تسميها. ولما بنيجي نصرف الشيك من البنك بنقول، او الشيك اتصرف يعني من البنك المورد صرفه، بنقول من حساب اوراق الدفع او شيكات تحت الصرف الى حساب البنك باسم البنك. اما لو انا بحرر ورق الدفع، يعني بحرر شيك بمجرد دخول او استلام المشتريات، بقول من حساب المشتريات الى حساب اوراق الدفع ما بين قوسين شيكات تحت الصرف باسم المورد فلان الفلاني. طيب المردودات، لو انا خلي بالك برضو عايزين نوضح الفرق ما بين مردودات المشتريات وما بين مسموحات المشتريات. مسموحات المشتريات شرحناها من شويه، عشان ما ننساش يا جماعه، يعني ايه 5 دقائق بالظبط كده، نقول مثلا 9 الا ربع، ناخد بريك 10 دقائق عشان الصلاه. الفرق ما بين مردودات المشتريات، وطبعا المعالجه المحاسبيه هنا مهمه جدا في الحياه العمليه، انك تكون فاهم الفرق ما بين المردودات او مرتجع المشتريات وما بين مسموحات المشتريات. مهم جدا تكون فاهم الفرق ما بين الاثنين. فبنقول ان المردودات عباره عن بضاعه مش عجباني، استلمتها فحصتها مش عجباني رجعتها، دي في الحاله دي بنسميها مردودات مشتريات. في الحاله الثانيه لو انا قبلت
وجود البضاعه عندي في مخازني زي ما هي، مش ناوي ارجعها، بضاعتي موجوده في المخازن ولكن حصلت على خصم مقابل ان انا ما رجعتهاش، بنسمي الخصم ده مسموحات مشتريات. طيب القيد بتاعي ايه في حاله المردودات؟ على طول احنا عارفين المشتريات مدينه، يبقى بالتالي مردوداتها داينه عكسها. هتقول لي طب ليه ما بنوسطش حساب المشتريات؟ ما بنقولش مثلا زي ما قلنا من حساب المشتريات الى حساب المورد؟ طب ما نقول من حساب المورد الى حساب المشتريات، يبقى كده اقول لك والله هو محاسبيا جبريا رياضيا انت صح مش غلط، هي في النهايه تؤدي الى تخفيض حساب، ولكن انا عايز برضو مهم جدا عمليه التفصيل والافصاح. يا اخي انا لما اجي اطبع كشف حساب لمورد ابقى عارف المورد دوت في اليوم الفلاني ورد لي كذا، في اليوم العلاني سددت له كذا، في اليوم الترتاني بعد ما جات لي بضاعه طلع فيها عيوب قبلتها، ففي خصم مسموحات مشتريات بقدر مثلا 100 وحده في 500 جنيه ب 50,000 جنيه، تبقى في الجانب الخاص بالمدفوعات او السدادات في كشف حساب المورد. فيبقى عندي نوع من انواع التفصيل ونوع من انواع الافصاح، زياده في الافصاح يا سيدي، زياده في الشرح، زياده في التحليل، بجانب انك الله، ما انا افرض ان انا عايز اطلع نسبه مردودات المشتريات الى المشتريات، ما انا ممكن احتاج للنسبه ديت في تحليل مالي معين، في تخطيط مالي معين كمدير مالي مثلا يعني. فهو نوع من انواع الاسهاب والافصاح والتحليل وعلى قد ما تقدر تقول، هتضيقها على نفسك ليه وتقول طب معكس حساب المشتريات؟ طبعا وهو اصلا كعرف محاسبه الكلام ده مش مظبوط. طيب فانا لو هرد مشتريات يبقى هوسط حساب المشتريات، خلاص عرفت مشتريات مدينه مردوداتها بالتالي هتبقى داينه عكس حساب المشتريات. ولو انا هيرد لي حق بضاعتي كاش او عن طريق شيكات بنكيه، فبقول من حساب وسيله التحصيل خزنه او بنك الى حساب مردودات المشتريات. لو كان الشراء زي ما قلنا بالاجل فانا بوسط هنا حساب المورد، بقول من حساب المورد الى حساب مردودات المشتريات. المسموحات نفس المعالجه المحاسبيه بالظبط، بقول من حساب وسيله التحصيل خزنه او بنك. لو انا مثلا كنت سددت قيمه المشتريات نقدا وحصل ان طلع عندي بضاعه قيمتها ب50 او حصلت على خصم مسموحات مشتريات ب50,000، فبقول من حساب الخزنه او البنك الى حساب مسموحات المشتريات. وفي حاله الشراء الاجل بخصم على طول من حساب المورد، فبقول من حساب المورد الى حساب مسموحات المشتريات. طيب لو انا ماشي بطريقه الجرد الدوري، نوضح الفكره ديت ونطلع بريك للصلاه. نخلي بالنا يا جماعه، انا ما بتكلمش هنا عن الاليه بتاعه او الاليه المستخدمه اذا كان برامج ولا اذا كان اكسل ولا اذا كان حتى دفتري. ما هي مش الفكره في الاليه هي اللي هتجبرني او هي اللي هتوجهني اشتغل دوري ولا مستمر. طبيعه الصناعه، طبيعه المخزون اللي تحت ايدك هي اللي تحدد لك. يعني مثلا انا لو شغال يا سيدي في شركه محل موان مثلا، يعني مثلا ده انا بديك مثال بسيط، عند الموان هتلاقي اصناف كتير جدا 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 صعب تشتغل معاها جرد بطريقه الجرد المستمر، صعب ان انت تحصرها عمليه بعمليه. في انواع مخزون، يعني مثلا في شركه من الشركات مثلا كان فيها دي حاله مثلا عدت قدامنا سنه 2009، كانت الشركه ديت شركه تصدير بتصنع وتصدر شوكولاته، عندها اصناف. حاضر هنطلع دلوقتي بالظبط 5 دقايق وهنطلع لصلاه العشاء. حاضر. عندنا اصناف كتير جدا جدا ما ينفعش تعددها، ما ينفعش توزنها، ما لهاش وحده معينه
ومش بالسهوله ان انت تقدر تعمل كده كل عمليه تحويل بعمليه. لما تيجي مثلا في صناعه زي صناعه الملابس، انا عندي ممكن يكون القماش معدود، الزراير مش معدوده مثلا. يعني في مصانع الملابس اللوكسات مش معدوده، في حاجه في الملابس اسمها لوكسات، اللي هي بتبقى البنطلون الحزام لما بيجي يدخل في مجرى كده في البنطلون، المجرى دي اسمها لوكسات. اللوكسات دي صعب جدا جدا ان انت تعددها او تحدد قيمه تحويلها او تحدد الاوزان المحوله لكل امر تشغيلي، فبيبقى صعب جدا. فبتمشي معاه بطريقه الجرد الدوري، ان انا اشتريت كميه. وبرضه عايز اوجه لنقطه مهمه جدا، ان بنلعبها بطريقه ثانيه نحولها لمستمر. لما بتقابلنا الحاله دي بنلعبها بطريقه ثانيه نحولها لمستمر. نشتريها اول الفتره ونقول من حساب المخزون، بس خلي بالك مخزون البضاعه على مدار الفتره، هشرحها لك دلوقتي بقى. مخزون البضاعه على مدار الفتره ما بيكونش واضح، على مدار الفتره ما بيكونش دقيق في الاصناف دي بالذات. ليه؟ باجي في اول الشهر مثلا او فور كل عمليه شراء، مش هقول لك خلينا هنشتريها مره واحده في الشهر. اشتريت بكام يا سيدي؟ ب1000. فبقول من حساب المخزون 1000 الى حساب مثلا المورد 1000. ماشي، انا كده ايه؟ ماشي مستمر. اجي في اخر الشهر لما اجي اعمل جرد اخر الشهر، ال1000 دول، ال1000 جنيه دول انا كنت مشتري بيهم مثلا 100 كيلو. اجي اخر الشهر بجرد اللي على الارض فعليا لقيته مثلا 10 كيلو، فبعتبر كده ان انا صرفت للتصنيع على مدار الفتره 90 كيلو. دي اللعبه اللي بنعملها، اللي بنحول بيها الدوري المستمر. فاروح قايل ايه؟ اروح قايل من حساب تكلفه البضاعه المباعه الى حساب المخزون. بكام يا سيدي؟ 90 كيلو. 90 كيلو دول بكام؟ ب 900 جنيه. انا اخدها بالتفصيل ان شاء الله في طريقه المستمر. فهي الفكره مش فكره الاداه المستخدمه في الموضوع بتاع المحاسبه، اذا كان اكسل ولا اذا كان برامج، ولا هي الاشكاليه في الصناعه نفسها، في المنظومه اللي انت شغال فيها، في طريقه التخزين بتاعتك، في وحدات التخزين، في امكانيه تعديد المخزون. ازاي اقدر اعدده؟ ازاي اقدر؟ هل انا عندي مرونه في تحويله للتصنيع او في تحويله للبيع او تحويله لمخازن الصرف المباشر؟ هل عندي الامكانيه ديت سهله ان انا اقدر اعملها، اوصل لها بسهوله، ولا هتاخد مني وقت ومجهود؟ فبتضطر تشتغل معاه بشكل افتراضي او بشكل حصر اول الفتره واخر الفتره، وتحولها ليه بدل من دوري لمستمر على لعبه قيد. ما انت مضطر تعمل كده، فمش فكره برامج. نطلع بريك يا جماعه، و10 دقائق او بالظبط كده هيبقى 12 دقيقه، ونتقابل ان شاء الله الساعه 9. ارجو منكم يعني الساعه 9 بالدقيقه نبتدي على طول، عشان ما يعني ما نطولش على بعضنا وما ناخدش وقت طويل. وان شاء الله سلام مؤقت، ونشوفكم بعد 10 دقائق باذن الله. طيب، اخر نقطه كنا بنتكلم فيها، وهي التفرقه ما بين مردودات المشتريات وما بين مسموحات المشتريات. هنتطرق لنقطة تانية دلوقتي، وهي موضوع الخصم النقدي أو الخصم المعلق على شرط. الخصم النقدي ده اسمه خصم تعجيل الدفع، وبيختلف عن الخصم التجاري، وبيختلف عن خصم الكمية. عندي 3 أنواع من الخصومات: خصم تعجيل الدفع أو الخصم النقدي، او الخصم المعلق على شرط. الخصم الثاني هو الخصم التجاري. الخصم الثالث هو خصم الكميه. في حاله الخصم النقدي ده خصم معلق على شرط، فلما باجي اثبت عمليه الشراء من الموردين بثبت المشتريات بقيمه الشراء. يعني مثلا لو انا اشتريت 1000 وحده، سعر الوحدة 50 جنيه، فبالتالي إجمالي عملية الشراء ب50,000. أجي أثبت أقول من حساب المشتريات في الدفاتر بتاعتي إلى حساب الموردين، مثلا اسم المورد أحمد 50,000. طيب، كلام جميل كده، أثبتنا عملية الشراء. في هنا اتفاق تعاقدي في النص ما بيذكرش في الدفاتر، وليكن عملية الشراء تمت بتاريخ 1 يناير، وتم الاتفاق على السداد بتاريخ 15 فبراير، لا خليها 14 فبراير تاريخ ميلادي.
تم الاتفاق على السداد بتاريخ 14/2. فالمورد بيديني هنا ميزة عشان يحاول يعجل الدفع، يحاول يسيل قيمة البضاعة بدري. فبيعمل إيه؟ بيقول لي والله يا محمود لو أنت هتدفع في خلال 15 يوم أنا هاعمل لك خصم 10%. هنا أثناء عملية الشراء الشرط لم يتحقق، بالتالي لا يتم إثباته في الدفاتر. طيب فرضًا أنا جاء ال15 يوم عدّوا، جاء يوم 15 يناير اللي هو التاريخ المتوقف عليه تحقيق الشرط، جاء 15 يناير رُحت أنا دفعت ال50.000 جنيه أو هابلّغ المورد إن أنا هادفع ال50.000 جنيه اللي عليّا. مبروك عليّا الخصم، كده أنا حصلت على خصم بما قيمته 10%. عندنا في دفاترنا المحاسبية بنسمي الخصم النقدي أو الخصم المُعلّق على شرط خصم مُكتسب، خصم مُكتسب. يبقى في الحالة دي أنا لمّا حصلت على الخصم أنا اكتسبت خصم 10% من قيمة البضاعة. فباقول إيه، باقول من حساب المورد أحمد اللي إحنا قُلنا عليه ب50.000، يبقى أنا باعتبر إن أنا سددت لأحمد ال50.000. وسيلة السداد إيه، باقول إلى مذكورين. ولنفرض إن إحنا سددنا نقدًا، يبقى حساب الخزينة وحساب الخصم المُكتسب. طيب إحنا حصلنا على خصم كام في المِيّة؟ 10%. يبقى الخصم المُكتسب 5000، كإني هاتكبّد من الخزينة 45,000 جنيه. يبقى في حالة تحقق الشرط أنا سددت في التاريخ المتفق عليه ما بيني وما بين المورد وعجلت بالدفع، بدل ما ادفع في الميعاد الرسمي بتاعي يوم 14 فبراير دفعت يوم 15 يناير. طب عدى 15 يناير وانا ما استفدتش بالخصم ودفعت في التاريخ المتفق عليه. طبعا في الاداره الماليه بنسمي هنا اعتبارات السيوله واعتبارات الربحيه. طيب جيت انا في التاريخ المتفق عليه سددت المبلغ المتفق عليه اللي هو 50,000، ما حصلتش على الخصم، بقول من حساب المورد الى حساب النقديه او حساب البنك بال50,000 جنيه. هتسمعني بقول حساب النقديه، تسمعني بقول حساب الخزينه، طبعا هم كلهم نفس المصطلح على حسب ما انت ماشي في دفاترك، المسمى ده صح وده صح. طيب المعالجه المحاسبيه لمصروفات المشتريات، خلي بالك بقى معايا من النقطه المهمه دي. في المعايير بيقولوا ان زي ما خدنا كده في الاصول الثابته ان كافه المصروفات المتعلقه باي او بتكلفه الحصول على الاصل او للحصول على الاصل حتى يكون جاهز للاستخدام، كافه النفقات التي يتم تكبدها في سبيل الحصول على هذا الاصل سواء اصل ثابت او متداول. لو احنا هنعتبر المشتريات اصل متداول لانها طبعا في النهايه بيعبر عنها بحساب المخزون وهي في النهايه مشتريات بضاعه يعني اصل. ففي حاله الاصول الثابته كنا بنرسم كافه النفقات على الاصل. لو تفتكر معايا في المحاضره اللي فاتت بندفع النفقات ونيجي في نهايه ما يكون الاصل صالح للاستخدام نبتدي نرسم لها، نقول من حساب الاصل الى حساب كافه النفقات اللي صرفناها. طيب في حاله المشتريات او مشتريات البضاعه برضه احنا المفروض ان احنا ملتزمين بالمعايير ان احنا المفروض بنضيف او بنحمل كافه المصروفات على المخزون. ولكن خلي بالك من نقطه مهمه قوي، في الحياه العمليه ما بنعملش كده، ما بنحملش المصروفات. يعني ممكن يكون في بعض الناس بتعمل الكلام ده، بس يعني هو صح مش غلط بس مش عملي. يعني انا دلوقتي لما اجي ادفع المصاريف بنقول من حساب مصاريف نقل. لو احنا اللي بندفع مصاريف نقل المشتريات، مصاريف جمركيه على المشتريات، مش عارف مصاريف لف وتعبئه، مصاريف مع اي مصاريف بندفعها في سبيل الحصول على الاصل لحين وصوله عندي في المنشاه بتاعتي. والله لو انت شغال جرد دوري فكده كده بطبيعه الحال حساب المشتريات هيبقى منفصل عن حساب المصروفات، ولكن احنا بنتكلم عن طريقه الجرد المستمر وهي
لما بوصف حساب المخزون؟ ايه اللي بيتم في الحياه العمليه يا سيدي؟ اللي بيتم ان انت بغرض رقم واحد تسعير المنصرف من المخزون بالتكلفه الحقيقيه، زائد تسعير بضاعه اخر الفتره، مخزون اخر الفتره، زائد الهدف الثالث العرض والتقرير. بفصل المصروفات عن حساب المخزون. يعني ايه الكلام ده؟ تعال ناخد كده بالارقام. مثلا لو انا اشتريت بضاعه، البضاعه ديت انا مشتريها زي ما قلنا من شويه 1000 وحده، الوحده الواحده ب 50 جنيه، يعني 50,000 جنيه. كنا بنقول من حساب المشتريات الى حساب وليكن الخزنه يا سيدي، سيبك من حكايه الموردين، 50,000 50,000 ظاهر عندي حساب المشتريات ب 50,000. طيب كلام جميل. لو ماشيين بطريقه الجرد المستمر، القيد كان هيبقى بالشكل ده: من حساب المخزون 50,000 الى حساب الخزينه 50,000. طيب كلام جميل. لما اجي اشتغل وقدامي برنامج او قدامي ملف اكسل، فاجي اغذيه بالبيان ده، اقول من حساب المخزون بالكميات المعينه بالاسعار المعينه الى حساب النقديه او الى حساب الموردين. لما اجي اصرف من المخزون ده صرف داخلي، لو انا في منشأة صناعية، لما اجي اصرف صرف داخلي، يعني ايه صرف داخلي؟ يعني المخزون ده خامة أولية لسه هتدخل في عملية التصنيع، وهيتم عليها عمليات تشكيل او عمليات تصنيع تؤدي الى انتاج منتج تام. بدخل مجموعة من الخامات بنتجها، بطلع في النهاية منتج تام. فأنا عايز أفصل في عملية التحويل الداخلي من المخزون للتصنيع ما بين تكلفة الخامة وما بين المصروفات الخاصة بالحصول على الخامة. فالمصروفات بفضل فاتح لها حساب لنهاية الفترة المحاسبية، كل مصروف لوحده على حدة، قلنا بهدف التسعير في حالة التحويل الداخلي. الحاجة الثانية، الهدف الثاني بتاعي ان انا عايز لما اجي اقيم المخزون اخر الفترة ما اقيموش بمصروف، انا مش عايز اغالي فيه، مش عايز اقيمه بمصروف. يعني ايه؟ يعني انا لو كنت هدفع 5000 جنيه مصاريف نقل للمشتريات ديت او المخزون ده، فالمفروض هعمل كده عشان المعايير ابقى ماشي معاها مظبوط. اقول من حساب مصاريف النقل او مصاريف نقل مشتريات الى حساب الخزينه 5000، وارجع اقفل حساب مصاريف النقل ده مع المخزون، اروح قايل من حساب المخزون الى حساب مصاريف النقل 5000. يظهر معاك المخزون داخل الدفاتر بتكلفه 55,000 جنيه. على الرغم من ان تكلفه المخزون نفسه الاساسيه اللي هي ال 50,000 ومصاريف النقل اللي هي المفروض تبقى منفصله عنها 5000، المخزون ده لما هاجي اقيمه بالتكلفه الاسترداديه، صافي القيمه الاسترداديه. فهيظهر معايا خسائر او خسائر في التقييم هتبقى مغالى فيها. بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي باجي اخر الفتره، انا عندي مثلا يعني مع افتراض ثبات باقي العوامل هيبقى عندي مخزون ب 55,000، على الرغم من ان هو تكلفته 50,000. فلما اجي احسب تكلفته الاسترداديه، يعني ايه تكلفته الاسترداديه؟ اوصاف التكلفه الاسترداديه: تكلفه بيع المخزون مطروحا منها تكلفه الازاله او البيع او النقل او زي ما يكون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو عايزك تفترض في نهايه الفتره الماليه، عايزك تفترض لو انا هبيع المخزون دوت النهارده هبيعه بكام، والتكلفه بتاعه البيع دي هتبقى كام، فهصفي ده من ده عشان اطلع تكلفه المخزون النهائيه. تيجي تحسب تكلفه المخزون ده، انا لو هبيع المخزون ده هبيعه يا دوب لو عرفت ابيعه بثمنه يعني وضع 10 على 10، فهجيب ال 50,000. كمان لما هاجي ابيعه او هفترض ان انا هرجعه للمورد او هبيعه لمورد اخر، هو الافتراض بيبقى كده، طريقه التقييم بتبقى كده، لو هرجعه للمورد هيبقى بكام؟ ده انا هرجعه للمورد وهتكلف عليه تكلفه ارتجاع للمورد ولتكن مثلا 4000.
قال لك يبقى صافي قيمة المخزون 49,000. لا كده كام؟ 46,000. 46,000 من ال 50,000. يعني أنا ال 50,000 هحصل عليها لما هاجي ارتجع المخزون، هحصل على 50,000 وهتكلف مصاريف نقل 4,000، يبقى 46,000. وهو اصلا مقوم عندك في الدفاتر ب 55,000 جنيه اساسا. انت مقومه في الدفاتر، رصيده في الدفاتر، رصيد المخزون عندك 55,000 جنيه. يظهر عندك هبوط في اسعار المخزون، بدل ما هو 4,000 جنيه اللي هي تكلفه الارتجاع، هيبقى لا مش 4,000، هيبقى الفرق ما بين ال 55 وال 46، يعني بتتكلم في فرق حوالي 9,000 جنيه. فرق ما بين تكلفة المخزون، وهي في النهاية أصلا مصروف النقل ده مصروف غارق، يعني الدفع وخلص وانتهى. ففي الحياة العملية بنعمل إيه؟ بنفضل فاتحين حساب المصروف لوحده على جنب زي ما هو، وحساب المخزون لوحده زي ما هو، ونيجي في داخل قائمة الدخل فقط لا غير نجمع المصروفين أو تكلفة المخزون ومصاريف النقل نجمعهم على بعض، زي ما هنشوف على ملف الاكسل اللي معانا. هنشوف بنعمل الحركه دي ازاي، بنعمل الموضوع ده ازاي. في النهايه عندي بعمل تقرير وسيط، وعاء وسيط ما بين قائمه الدخل وما بين ميزان المراجعه، ارمي عليه المشتريات، ارمي عليه مصاريف النقل، مصاريف نقل المشتريات وكافه المصاريف المتعلقه بالمشتريات، وارمي عليه مسموحات المشتريات، وارمي عليه مردودات المشتريات، يطلع لي في النهايه صافي المشتريات. اطرح منها بضاعه اخر المده يديني تكلفه البضاعه المباعه. تاني، يبقى بعمل ايه عشان اتخلص من الجزئيه دي وفي نفس الوقت اكون ماشي مع المعايير؟ لان المعايير بتفترض ان انا اشتريت مخزون، تكبدت في مقابل الشراء مجموعه من النفقات او المصروفات، بتفترض ان انت لازم تقيم المخزون بتاعك او تعلي النفقات ديت على قيمه المخزون. ماشي يا معايير، على راسي من فوق. بس انا محتاج افصل جوه التقارير بتاعتي، جوه الدفاتر بتاعتي، ما بين التكلفه الفعليه للمخزون اللي هي ال 50,000 وما بين تكلفه الحصول عليه اللي هي ال 5,000. انا عايز ابقى فاصل ده عن ده بهدف التقرير يا سيدي. طيب بهدف العرض بقى في النهايه، لا عشان العرض، عشان قائمه الدخل، عشان ابقى متماشي مع المعايير، بعمل ايه؟ باجي في نهايه الفتره اعمل قائمه وسيطه، جدول بسيط كده وسيط ما بين ميزان المراجعه وما بين القوائم الماليه، ارمي عليه زي ما قلنا المشتريات، ارمي عليها بالطرح طبعا مردوداتها ومسموحاتها والخصم المكتسب. فاكر من شويه قلنا الخصم المكتسب اللي بنحصل عليه من المورد، خدت خصم 4,000 جنيه، خدت خصم 5,000 جنيه، تخصمه من قيمه المشتريات داخل القائمه دي. تعال نعملها على ملف اكسل عشان تبقى واضحه. يلا تيجي تروح عامل كده قائمه وسيطه. نكبر لكم بس الموضوع شويه عشان تبقى الرؤيه واضحه. نيجي نروح قايلين هنا المشتريات، ده لو انا ماشي بطريقه الجرد الايه الدوري. المشتريات 50,000، مردودات المشتريات مثلا 5,000، مسموحات المشتريات 4,000، وليكن مثلا عندي هنا خصم مكتسب 3,000، عندي مثلا قلنا مصاريف مشتريات بشكل عام بقى، نقل ولا مش نقل، ايا كان مصاريف المشتريات عندي ايه، وليكن مثلا 4,500. صافي المشتريات كام يا سيدي؟ صافي المشتريات عندك هتبقى عباره عن تكلفه المشتريات، تكلفه الشراء الاساسيه، زائد لا ناقص مردودات المشتريات، ناقص مسموحات المشتريات، ناقص الخصم المكتسب، زائد مصاريف المشتريات. الله استاذ سماح، بعد ما اخلص المحاضره هبعتها لك على الميل عشان تبقى متاحه مع الجميع باذن الله، عشان
ان شاء الله احتمال كبير نشتغل عليها المحاضره اللي جايه. فهمتوا يا جماعه الجزئيه ديت؟ فاحنا كل اللي احنا بنعمله عشان نطلع في النهايه نوصل رقم صافي المشتريات زي ما بلغتنا المعايير وزي ما المعايير ما عايزه، بنعمل الكلام ده في شكل وسيط ما بين الدفاتر وما بين القوائم الماليه. طيب بيقول لي هنا يعبر مصطلح مصروفات المشتريات عن تلك المصروفات التي تؤدي الى التمهيد والتسهيل لعمليه شراء الخامات والبضائع، مثل مصروفات نقل المشتريات في حاله المشتريات المحليه، ومصاريف الشحن الجمركي والرسوم الجمركيه والكلام اللطيف ده كله في حاله المشتريات الخارجيه. ونود ان نذكر ان معالجه مصروفات المشتريات وفقا لمعيار المحاسبه المصري رقم 2 معيار المخزون تتضمن تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التشكيل والتكاليف الأخرى. طبعا تكاليف التشكيل المقصود بها يا جماعة التكاليف الوسيطة في عملية الإنتاج. لما باجي أشتري خامات أولية وأحولها إلى خامات إلى منتج نهائي، بتسمى التكاليف اللي في النص ما بين المنتج النهائي والخامات الأولية بتسمى تكاليف تشكيل، والتكاليف الأخرى التي تحملها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة. عمليا يتم تسعير وحدة الشراء بالسعر الرسمي والمدون على فاتورة الشراء. يعني أنا مشتري الوحدة زي ما قلنا ب 50 جنيه، يبقى أنا بسجل عملية الشراء بال 50 جنيه اللي هي المدونة بشكل رسمي على عملية على فاتورة الشراء. ويتم إقفال جميع المصروفات الخاصة بالحصول على المشتريات أو على البضاعة في نهاية الفترة المالية في حساب المشتريات أو المخزون، ومرجع ذلك إلى سهولة عملية المراجعة في أو على حسابات المخازن والمشتريات، وفصلها عن المراجعة على حسابات المصروفات والخزينة، وعدم وجود إشكالات في حالة ارتجاع البضاعة أو البضاعة إلى الموردين في تحديد أسعار المرتجعات. ما هو كمان ما تنساش إن أنا لما هكون بتعامل مع موردين وابتدي يكون عندي مثلا مورد بيورد لي صنف معين، الصنف دوت ما هو سعره مش ثابت، النهارده بسعر وبكره بسعر وبعده بسعر، ممكن يكون بيورد لي منه بشكل يومي، واجي مثلا في وسط الاسبوع عايز ارجع بضاعه، ما انا برضو مش سهل عليا احدد البضاعه المرتجعه دي من انهي صنف او من انهي فاتوره وتخص اي سعر من الاسعار اللي اتوردت لي. يعني مثلا سعر اسعار خامات مثلا زي مثلا الدقيق، زي الدواجن، زي نقول مثلا المحسنات، الكلام اللي هو مثلا اللي ليه علاقه شويه بصناعه الكيك، مثلا الكيك المغلف، الاسعار بتاعه الاصناف دي متغيره جدا. يعني ممكن يكون في الاسبوع الواحد بيتورد لك بثلاث اسعار، جت في بضاعه معيبه فعايز ارجعها، احدد ازاي انهي سعر؟ ما كانش عندي سيستم مخازن قوي ومربوط كويس جدا بسياسه التخزين الفعليه، ان انا مثلا ماشي بطريقه الوارد اولا يصرف اولا، فببقى عارف ان اللي تحت ده هو القديم واللي فوق دوت مثلا هو الجديد، او اللي فوق هيبقى الجديد واللي تحت هو القديم، او عندي مخزن للجديد ومخزن وهكذا. الفصل ما بين الاصناف وما بين الفواتير ده امر مرهق جدا. فكمان ما يزودش اشكالات على نفسي في تحديد السعر، هو يا ترى السعر ده شامل النقل ولا مش شامل النقل؟ وحاجات كلها زي ما قلنا على ارض الواقع وفي الحياه العمليه بتقابلني مشكله كبيره جدا في القدره على تسهيل نمط الشغل. طيب ده مثال على المواضيع ديت، تقدر برضو تبقى تقراها في الكتاب معاك. هنا بقى بيكلمني عن عمليات الضرائب الخاصة بالمشتريات. حلو جدا ان انا اكون بالمرة خدت فكرة عن الضرائب المتعلقة بعمليات الشراء، وكمان لما نيجي ندخل دلوقتي على عمليات البيع ناخد الضرائب المتعلقة بيها، نبقى كده على الاقل قفلنا في الجزئية ديت، قفلنا معاها موضوع ضريبة القيمة المضافة، وفهمنا إلى حد ما ضريبة الخصم تحت حساب ضريبة الدخل أو تحت حساب ضريبة النشاط التجاري والصناعي.
طيب يا جماعه، عمليه الشراء وعمليه البيع دايما مرتبط بيهم قوي ضريبه القيمه المضافه، واحيانا مش كتير يعني احيانا ضريبه الخصم، الا اذا كنت ماشي بطريقه الدفعات المقدمه مع مصلحه الضرائب. ضريبه القيمه المضافه المدفوعه، عايزك تبقى فاهم كويس قوي ان انت في الدفاتر بتاعتك بيبقى عندك حساب مفتوح وهو حساب ضريبه القيمه المضافه. الحساب دوت بتضيف عليه الضريبه المحصله وتخصم منه الضريبه المدفوعه، وتيجي تدفع الضريبه المستحقه بعد خصم المدفوع. عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول قاعده بسيطه قوي قوي تفضل حاططها في دماغك في موضوع الضرائب، وازاي تقدر تعمل قيد ضريبه او قيد مبيعات محمل بضريبه او قيد مشتريات محمل بضريبه بالضريبتين كمان مضافه وخصم. هقول لك قاعده بسيطه جدا تحطها حلقه في ودنك. ضريبه القيمه المضافه مع معامل القيد في نفس الطرف. يعني ايه؟ يعني ضريبه القيمه المضافه في حاله الشراء تلاقيها مع حساب المشتريات مدينه، في حالة البيع تلاقيها مع حساب المبيعات دايما، في مردودات المشتريات تلاقيها مع مردودات المشتريات دايما، في مردودات المبيعات تلاقيها مع مردودات المبيعات مدينة. يعني ايه؟ يعني ضريبة القيمة المضافة مع نفس المعامل بتاعها في طرف القيد. نشوف المعامل بتاعنا مدين ولا داين ونحط معاه ضريبة القيمة المضافة واحنا مغمضين. في حالة الشراء عارف ان المشتريات مدينة، يبقى ضريبة القيمة المضافة معاه يبقى اقول من مذكورين المشتريات وضريبة القيمة المضافة. ولو ماشي بطريقه الجرد المستمر يبقى من مذكورين المخزون وضريبه القيمه المضافه. بسيطه اهي. العكس ضريبه الخصم اللي هي ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه سواء المدفوعه او المحصله. في حاله ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه ما بعملش حساب، خلي بالك عشان ما تلخبطش نفسك، ما بعملش حساب واحد اضيف عليه ضريبه الخصم المحصله واخصم منه ضريبه الخصم المدفوعه. مش كده خالص، ما هياش ضريبه قيمه مضافه عشان اعمل معاها كده. في ضريبه القيمه المضافه قلنا بنفتح حساب واحد اسمه حساب ضريبه القيمه المضافه، اللي انا حصلته ارميه عليها، واللي انا دفعته اخصمه منها، والفرق ما بينهم بورده لمصلحه الضرائب. ضريبه الخصم مش كده. ضريبه القيمه المضافه انت وسيط بتحصل وبتدفع، بيتبقى في حصيلتك فلوس تحت حساب مصلحة الضرائب بالفرق ما بين المحصل والمدفوع، بتروح تقول لها اتفضلي يا مصلحة الضرائب ادي الفرق بتاعك اهو. ضريبة الخصم مش كده. ضريبة الخصم المورد لما بيجي يورد للعميل، فالعميل بيستقطع من المورد 1% ضريبة خصم للرقابة على عمليات البيع. ضريبة رقابية، الهدف منها رقابي، عشان لما يجي الفحص الضريبي يعمل فحص ضريبي عندك يلاقي دفاترك متلخبطة، فيروح مريح دماغه وجايب ايصالات الخصم اللي اللي العملاء استقطعوها منك، ويضربها في مقلوب النسبة يطلع مبيعاتك جزافي كده. من الاخر كده بيديك على عينك، الفحص الضريبي بيديك على عينك بيها لو ما التزمتش. فالعميل بيستقطع من فلوسك، العميل بتاعك اللي انت بتورد له لو انت مورد، العميل بيستقطعها من فلوسك ويروح يقول لهم خدها مصلحة الضرائب انا ضحكت على محمود المورد بتاعي واستقطعت لكم 1% من قيمة الصفقة، اتفضلوا. وانا كمحمود بستقطع من الموردين بتوعي مبالغ لحساب مصلحة الضرائب او تحت حساب ضريبة الدخل، استقطعها من الموردين واروح اجري لمصلحه الضرائب، خد يا مصلحه الضرائب انا ضحكت على الموردين بتوعي
واستقطعت منهم 1%. يبقى ناخد قاعدة أساسية ونقول إن ضريبة الخصم اللي بيستقطعها دايما العميل لحساب مصلحة الضرائب، المشتري يعني، المشتري بيستقطعها من البائع عشان لما يجي يديك فلوسك يديها لك وهي معضوض منها حتة. الحتة اللي معضوضة دي اسمها ضريبة الخصم. القاعدة الأولانية اللي خدناها قلنا ضريبة القيمة المضافة أنا بدفع على المبيعات، بحصل مع المبيعات وبدفع على المشتريات ضريبة اسمها ضريبة القيمة المضافة، وزمان كانوا بيسموها ضريبة المبيعات. قلنا بتظهر في الدفاتر مع معامل القيد، مدينة مع المشتريات ودينة مع المبيعات، مدينة مع مردودات المبيعات ودينة مع مردودات المشتريات. ضريبة الخصم يا معالي الباشا بتظهر في الطرف المعاكس. قاعدة لذيذة حطها في برواز وافضل فاكرها. لو انا بعمل قيد مشتريات هتيجي في الطرف الثاني، يبقى هقول من حساب المشتريات الى مذكورين خزنة وحساب ضريبة خصم. لو مع المبيعات تظهر عكسها، يبقى هتبقى ضريبة الخصم في الطرف المدين وحساب المبيعات في الطرف الداين، وانت مغمض عينيك خلاص. القاعدة كده، ضريبة قيمة مضافة مع المعامل بتاعها في نفس طرف القيد، ضريبة الخصم بتكون عكس معامل او المعامل بتاعها في طرف القيد. خلصت الحدوته، خلصت القاعدة. فالضريبة هنا المتعلقة بعملية الشراء، ضريبة القيمة المضافة، عندما تقوم بعملية شراء سلعة أو خدمة يقوم البائع بتحصيل نسبة معينة بتختلف من بلد لأخرى من إجمالي المبلغ المدفوع، ويتم توريدها بمعرفة البائع إلى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة. بعد أن يطرح منها الضريبة المدفوعة على مشترياته هو. يعني إيه؟ يعني هو البائع لما بيبيع بيحصل قلنا ضريبة قيمة مضافة مع المبيعات، وفي نفس الوقت لما بيجي يشتري المفروض بيدفع ضريبة قيمة مضافة مع المشتريات. المفروض بطبيعة الحال ان الضريبة المحصلة المفروض دائما، المفروض يعني، بس طبعا ما بيحصلش الكلام ده احيانا، المفروض ان الضريبة المحصلة بتكون اكتر من الضريبة المسددة، فبدفع الفرق لمصلحة الضرائب. انا دفعت ضرائب او مثلا حصلت ضرائب مع المبيعات بتاعتي 10000 جنيه، دفعت ضريبه مع المشتريات بتاعتي 8000 جنيه، اتفضلي يا مصلحه الضرائب ادي ال 2000 جنيه الفرق. بيقول لي قامت شركه الربيع لتجاره الاقمشه بشراء 500 توب بمبلغ 8000 جنيه بخصم تجاري 5%. كويس، نفتكر برضه نتكلم عن موضوع الخصم. احنا اتكلمنا عن خصم تعجيل الدفع وما اتكلمناش عن الخصم التجاري. بخصم تجاري 5%، وقد تم تحرير فاتورة ضريبية بالمشتريات، علما بأن هذه البضائع تخضع لسعر الضريبة 14% وتم السداد نقدا. اتكلمنا عن خصم تعجيل الدفع وقلت ما بذكروش في الدفاتر غير لما بيتم أو لما بحصل عليه، وبسجله تحت مسمى خصم مكتسب. أما في حالة الخصم التجاري يا شباب، الخصم التجاري لا يسجل في الدفاتر المحاسبية على الإطلاق. بالنسبة لنا صافي قيمة البيع أو صافي قيمة الصفقة بتحسب كالتالي: قيمة الصفقة مطروحا منها نسبة الخصم بتديني صافي القيمة البيعية اللي بالنسبة لي هي ديت اللي هتسجل في الدفاتر بتاعتي. يبقى الخصم التجاري لا يظهر في الدفاتر. فلما اقول اشترينا ب 8000 جنيه ومعاهم خصم تجاري 5%، يبقى انا بالنسبه لي انا ما دفعتش 8000 جنيه، ده انا دفعت 8000 الا 400 يعني 7600، ودي اللي تحاسب عليها ضريبيه، ودي اللي بتسجل بيها المشتريات بتاعتك في الدفاتر بال 7600. طب هتقول لي افرض انا في حاله الخصم النقدي، ما انت قلت لي ديت بستقطعها كده كده اساسا وبسجلها بالصافي، فبسجل 7600 بالصافي.
في حالة الخصم النقدي بنعمل ايه؟ ده الخصم او عملية البيع الصفقة بتتم في وقت، والتحصيل او السداد بيتم في وقت تاني خالص، فهتحاسب عليها ضريبيا ازاي؟ خد المعلومة دي. لما بنعمل الصفقة، خلينا عملناها في شهر يناير، والخصم المعلق على شرط يتحقق في فبراير، يعني المورد قال لك لو دفعت قبل 15 فبراير هتحصل على الخصم النقدي. فكده انا يناير هعمل له اقرار، وفي فبراير هعمل له اقرار تاني خالص. هعمل ايه في الاقرار الضريبي بتاع ضريبه القيمه المضافه؟ هقول لك ضريبه القيمه المضافه بتمشي معاك الخطوه بخطوتها، ما بتنطش خطوه لقدام. يعني ايه؟ يعني انت في حاله الشراء في شهر يناير اشتريت، زي ما قلنا المثال بتاعنا كان 50,000، فاشتريت بما قيمته 50,000 على الحساب، فبتقول من حساب المشتريات إلى حساب الموردين بال50,000. لما تيجي تحسب ضريبة القيمة المضافة المسددة، بغض النظر إن كنت سددتها ولا ما سددتهاش، هي في النهاية بنسبة استحقاقها. وعلى فكرة يعني بيحاولوا يدرسوا الموضوع دوت في المجالس اللي لها علاقة بالمحاسبة والضرائب، بيحاولوا يدرسوا الموضوع ده، انهم يربطوا الضريبة بمدى تحصيلها، لان احيانا بيبقى الموضوع مواضيع بمبالغ كبيرة جدا، وبمجرد اثبات استحقاقها المورد يبقى مطلوب منه ان هو يسدد الضريبة ديت، في حين ان هو لسه ما حصلهاش. نرجع للموضوع، نحب نرمي ايه معلومات كده من وقت للتاني لما بيجي وقتها. فهنا عندي بنقول من حساب المشتريات 50,000 إلى حساب الموردين 50,000. الله. طيب تعالى نسبة استحقاق الضريبة الخاصة بال 50,000 ديت، ولتكن مثلا 14%، 27 ودي كده يبقى 7,000 جنيه. يبقى مطلوب مني اثبت ساعة الشراء في لحظة الشراء، طالما اثبتت عملية الشراء واصدرنا الفاتورة، بغض النظر عن ان كانت آجل ولا نقدي، بثبت استحقاق الضريبة. فبروح قايل ايه؟ قلنا مع نفس معامل القيد، يبقى اقول على طول وانا مغمض من مذكورين حساب ضريبة القيمة المضافة، حساب المشتريات، الى حساب الموردين. كم يا سيدي مشترياتك؟ ب50,000. كم يا سيدي ضريبتك؟ ب7,000. يبقى إجمالي المستحق للمورد 57,000. تيجي آخر الشهر سعادتك وأنت بتعمل الإقرار بتاعك، تعمل الإقرار بال7,000. ضريبة المدخلات بالنسبة لك أو ضريبة المشتريات بالنسبة لك هتبقى 7,000. يجي المورد بالنسبة له يجي يعمل ضريبة المخرجات، تبقى بالنسبة له برضه 7,000. جينا في فبراير، حصل ان احنا حصلنا على الخصم ال10%. يحصل ايه؟ ده يأثر على الضريبه بالايه؟ بالنقص. الضريبه كانت 7,000 على اساس ان هي كانت 50,000، دلوقتي ما هياش 50,000، ده احنا خدنا خصم 10%. يقوم يتحرر اشعار لحظه الحصول على الخصم بالفرق بتاع الضريبه. يبقى كأن الضريبه بتمشي معاك الخطوه بخطوتها. يكشي يكون التحصيل بعد سنتين يا سيدي، مش هقول لك شهر، يكشي يكون التحصيل بعد سنتين. لما يبقى يحصل الخصم نبقى نعترف بيه في دفاترنا، حررنا الاشعار الخاص بعمليه الخصم اللي هي ال10%، اللي هي ال5,000 جنيه. نشوف الضريبه بتاعه ال5,000 جنيه ايه، واللي كان خاصمها يردها، واللي كان حاسبها يرجع يخصمها. يعني اللي كان في الاول لما كان المورد بالنسبه له ضريبه مخرجات، يعني بالنسبه له ضريبه محصله، لما يجي يعمل الخصم ده هتبقى بالنسبه له ضريبه مخصومه. وانت كان بالنسبه لك كمشتري ضريبه مدخلات، يعني ضريبه مخصومه 7,000 جنيه، ترجع تردها تضيفها على الاقرار الضريبي. طيب مش هنستطرد قوي في موضوع الضرائب الا لما يجي محاضرتها ان شاء الله، بس كده نكون خدنا فكره مهمه جدا عن ضريبه القيمه المضافه. هنا اهو بيقول لي والله انت اشتريت بكام؟ ب 7,600.
الضريبه 14%، يعني 10 يعني 1064. كأنك هتدفع 8664، منها 7600 مشتريات ومنها 1064 ضريبة قيمة مضافة. طب والخصم يا عم محمود؟ الخصم يا باشا ولا كأنك شايفه، خلاص انتهى، ده خصم تجاري. الخصم التجاري لا يثبت في الدفاتر، ويتم إثبات عملية الشراء أو البيع بالصافي بعد استبعاد الخصم. يعني لو انا شاري ب 10000 جنيه وانا بشتري خدت خصم 10%، يعني 1000 جنيه، انت كده اشتريت بتسعه والبياع باع بتسعه، مفيش حاجه خلاص اسمها 10000. طيب كلام جميل. قامت شركة الإيمان لتجارة البويات بشراء خامات كيماوية بمبلغ 70000 من شركة كيمة على الحساب، تخضع للضريبة بسعر 14%، وفي 28/2/2013 تم سداد المبلغ المستحق نقدا والمطلوب إعادة الديون. طيب كلام جميل. عايز يقول لي إن إحنا اشترينا ب 7000، اشترينا على الحساب، علينا ضريبة 14% يعني 9800، يبقى إجمالي اللي للمورد عندي 79800. جينا نسدد للمورد، قلنا دي 79800 إلى حساب الخزينة 77800، قفلنا حساب المورد والدنيا كده بالنسبة لنا خلصت. لو كنت حاصل على خصم، خلي بالك، يبقى بحسب الخصم زي ما كنا بنعمل في التمرين اللي قبليه. حسبنا الخصم بتاعنا، طرحناه من الصفقة، سجلنا الصفقة بتاعتنا بالصافي. طيب، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المسددة. بيقول لي هي تلك الضريبة التي تستقطع من الموردين، طبعا هي نص في المية، هي دلوقتي بقت 1%، القانون خلاها 1%، وكمان نسبة ال 2% على الخدمات بقت 3%، وفي بعض الأمور أو بعض الصناعات بتكون 5%. المهم بغض النظر عن النسب، هي تلك الضريبة التي تستقطع من الموردين ويتم توريدها إلى مصلحة الضرائب على فترات ربع سنوية تحت حساب ضريبة النشاط التجاري والصناعي أو ضريبة الدخل، وتسمى أيضا بضريبة الخصم. هي المصطلح الدارج في الحياة العملية بيسموها خصم إضافة، ضريبة خصم إضافة، إنما هي في الحقيقة اسمها ضريبة الخصم. ضريبة الإضافة دي اتلغت من زمان، وفي أغلب الأحوال تكون نسبتها نص في المية، قلنا بقت 1%. الشرط الأساسي إن قيمة الصفقة عشان أخصم ضريبة تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية تكون الفاتورة كحد أدنى قيمتها 300 جنيه، يعني 299 جنيه ما تنفعش، 300 جنيه فأكثر يتم استقطاع ضريبة تحت حساب ضريبة الدخل. يعني إيه تحت حساب ضريبة الدخل؟ يعني يا سيدي ببساطة شديدة جدا، أنا دلوقتي بروح أورد، أنا بياع فبروح أورد للعميل، العميل بيشتري مني، فبما اني بياع يعني عملت عمليه بيع، انا كبائع عمليه البيع بالنسبه لي ايراد، فالعميل بتاعي بيستقطع من ايرادي 1% لحساب ضريبه الدخل. فانا بعت له مثلا صفقه ب 10000، يقوم الباشا خاصم مني 1%، يعني هيخصم مني 100 جنيه، يعني صافي القيمه المستلمه 9900. يروح يورد ال 100 جنيه نيابه عني كل 3 شهور، يجمع اجمالي الضريبه اللي خاصمها عليا في الثلاث شهور كل ربع سنه، ويروح يقول لها اتفضلي يا مصلحه الضرائب، انا جمعت لك دول تحت حساب ضريبه الدخل بتاع اخينا اللي اسمه محمود ده. تيجي مصلحه الضرائب انا اخر الفتره الماليه لما اجي اطلع الضريبه بتاعتي ضريبه الدخل واروح اوردها، نفترض ان اجمالي الضريبه المستقطعه مني من العملاء بتوعي استقطعوا مني على مدار الفتره الماليه استقطعوا مني 7000. جيت حسبت الضريبه بتاعتي ورحت للمحاسب القانوني وللمستشار الضريبي وحسبوا لي متوسط او الضريبه الفعليه المستحقه السداد ضريبه الدخل، لقوها مثلا 12000 ضريبه الدخل. كم يا سيدي انا مورد لك على اشعار 41 على مدار السنه؟ وردت لك كام؟ وردت لك 7000 جنيه. من فضلك يا مصلحه الضرائب اخصمي لي ال 7000 من ضريبه الدخل المستحقه علي.
يبقى كأن الحساب المفتوح ده اللي هو حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بفضل فاتحه لحين سداد ضريبة الدخل. لما اجي اسدد ضريبة الدخل المستحقة اقفله معاها. يبقى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المدفوعة اللي العميل خصمها مني بتخصم من ضريبة الدخل في نهاية الفترة المالية في شهر مارس. بالنسبة للشركات الفردية، وبالنسبة للمنشآت الشركات اللي هي المساهمة وشركات الأموال بشكل عام بيبقى أعتقد في شهر إبريل. يبقى ضريبة الدخل طلعت عليا 12,000، أنا مسدد قبل كده تحت حساب ضريبة الدخل دي 7,000 بمسمى ضريبة الخصم أو ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، دفع 7,000. اخصم لي السبعة من ال 12، اتفضل الخمسة بتوعك. يبقى ده حساب مؤقت بقفله مع ضريبة الدخل أو مع حساب ضريبة الدخل المستحق. طيب كلام جميل. طب وضريبة الدخل بقى، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المحصلة بالمرة، يعني عشان تبقى الفكرة إيه، عارف التضاد يوضح المعنى ويبرزه. ضريبة الدخل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المسددة تحت حساب ضريبة الدخل قلنا بنخصمها من ضريبة الدخل المستحقة علي. دفع 12,000 علي 12,000، دفع منهم 7، مستقطع منهم 7، يبقى عليا 5. المحصلة بقى يا سيد الناس انت بالنسبة لهم وسيط. يعني ايه وسيط؟ انا هنا بقى اتقلبت عميل. خلي بالك المسددة انت كنت مورد، يعني بتروح تبيع، انت بياع، دلوقتي انت مشتري. ضحكت على اخينا وخدت منه 1% تحت حساب مصلحة الضرائب، جه يفتح بقه وقلت له القانون يا باشا. الحالة الوحيدة اللي اعفيك فيها لما تكون دافع دفعة مقدمة تحت حساب الضريبة، في الحالة ديت مش من حقي ان انا استقطع لحساب مصلحة الضرائب حاجة. انا القانون بيلزمني ان انا استقطع منك طالما الصفقة فوق 300 جنيه. فبعمل ايه في المحصلة؟ المحصلة ديت انت وسيط لا اكتر ولا اقل، حاجة مش بتاعتك، امانة عندك، التزام عليك، بتحطها من ضمن الالتزامات الاخرى. ضريبة الارباح التجارية والصناعية المحصلة التزام عليك. يعني ايه التزام؟ يعني انا خدتهم على صفة الامانة، استقطعتهم من الموردين بتوعي على امل ان انا اروح اديها لمصلحة الضرائب اوردها. فانت وسيط هنا، خدتها استلمتها، بتتقفل بمجرد سدادها. بروح اسدد لمصلحه الضرائب، اقول لها اتفضلي يا مصلحه الضرائب. لما اجي اسددها اقول من حساب ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه المحصله الى حساب النقديه. خلصت الحدوته. تعال ناخد مثال. اشترت شركة النصر والتي تعمل في مجال الأساس أخشاب بمبلغ 30,000 من شركة الهادي على الحساب. تم سداد المستحق لشركة الهادي، وقامت الشركة بخصم نص في المية اللي هو بقى 1% تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. ساعة الشراء بقول من حساب المشتريات إلى حساب الموردين بما قيمته 30,000 جنيه. افتح يا سيدي حساب للمشتريات، يلا رحل ال 30,000 بتاع المشتريات. افتح حساب موردين شركة الهادي، رحل ال 30,000 على حساب الموردين شركة الهادي. هتقول لي طب وأرباح تجارية وصناعية؟ أقول لك لسه يا باشا، ما جيناش جنبها لحد دلوقتي. خلي بالك لما تيجي تسدد للمورد هتستقطع منه 150 جنيه، اللي هم ايه؟ اللي هم نص في المية من ال 30,000 اللي هي المفروض تبقى 300 جنيه، اللي هي دلوقتي بقت 1% يعني. بس هو للاسف التعديل مطلوب بقى ان انا اخش اعدل على ملف الوورد الاول وارجع اعيد طباعه، فهبقى اعدلها في اقرب نسخه ان شاء الله. 150 جنيه اللي هي النص في المية من ال 30,000، والباقي هنسدده. الحساب اللي مفتوح عندك دائم ده خلي بالك هو دايما عكس ايه؟ عكس المشتريات. زي ما قلنا لما يكون مع المشتريات ده ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه، لما تكون مع المشتريات تبقى عكسها. لما تكون مع المبيعات، المبيعات داينه تبقى عكسها في الطرف المدين. فهنا هنيجي نقول من حساب الموردين الى مذكورين استقطعت منك ضريبه ب 150 جنيه وهتاخد مني صافي من النقديه 29,805.
لما تيجي تورد الفلوس دي خلي بالك انا هنا وسيط بحصل واروح ادفع لمين؟ واروح ادفع لمصلحه الضرائب. فاجي هنا 29850 ده اللي انا اديته في ايد المورد فعليا، وقفلت حسابه بال 30000 كلها، وعندي هنا التزام عليا ب 150 تحت حساب مصلحه الضرائب. لما اجي اوردهم بقول من حساب ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه المحصله الى حساب النقديه. هنا بقى جايب لي الضريبتين مع بعض في عايزين ناكد برضه على معلومه تاني انا قلتها بس هقولها تاني لانها مهمه جدا. مفيش حاجة اسمها انك تفتح حساب واحد لضريبة الارباح التجارية والصناعية وتحط فيه المحصل وتخصم منه المدفوع. مفيش حاجة اسمها كده، عشان دي المحصلة ليها معالجة والمدفوع عليها معالجة تانية خالص، فالاتنين ما بيختلطوش ببعض، ده حساب وده حساب تاني خالص. مش زي ضريبة القيمة المضافة، المدخلات مرتبطة بالمخرجات، المبيعات مرتبطة بالمشتريات. الموضوع هنا مش كده. الموضوع هنا ان كل واحد فينا، انا مورد مره بيتخصم مني، العميل بيخصم مني تحت حساب الضريبه، انا مره ثانيه ابقى عميل بخصم من المورد بتاعي تحت حساب الضريبه. فدي حاله ودي حاله. لما بيتخصم مني تحت حساب ضريبه. لما انا اللي بخصم انا ما بخصمش تحت حساب حاجه تخصني. لما انا اللي بخصم انا هنا ببقى وسيط، بستلم باليمين اروح اسدد بالشمال. فبالنسبه لي الحساب بتاع ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه المحصله ده بيبقى بالنسبه لي التزام عليا، بمعنى ان انا وسيط امانه عندي، خدت فلوس من المورد بتاعي ومستني لحد ما يجي الميعاد القانوني اروح اسددها لمصلحه الضرائب. فدي تحت حساب ضريبه الغير، مالهاش دعوه باللي تحت حساب ضريبتي. عشان كده كل حاجه فيهم بيبقى مفتوح لها حساب لوحده. ما تجيش تشغل دماغك بقى وتقول طب ما احطهم هما الاثنين في حساب واحد واصفي ده مع ده والفرق اروح ادفع. مفيش حاجه اسمها كده، لان دي معالجه ودي معالجه ثانيه خالص. غير ضريبه القيمه المضافه. ضريبه القيمه المضافه المشتريات او المخرجات والمدخلات او المشتريات والمبيعات، سميها زي ما تسميها، الاثنين مرتبطين ببعض وبورد الفرق. طيب مديني هنا مثال ومديني فيه الضريبتين، ضريبه القيمه المضافه وضريبه الارباح التجاريه والصناعيه. خد بالك معايا، طبق القاعده كده. ضريبه القيمه المضافه اهي مع المشتريات في نفس طرف القيد. ضريبه ارباح التجاريه والصناعيه عكس المشتريات في طرف القيد. من مذكورين اشتريت بكام يا سيدي؟ اشتريت ب 100000 جنيه وعليها ضريبه قيمه مضافه 14%، ادي 114000. ايوه. طب ثواني بقى كده، النص في المية اللي هو الواحد في المية يعني اللي هيتخصم من ال 100 ولا من ال 14 ولا من ال 114؟ لا، احنا مالنا من ضريبه القيمه المضافه، دي كيس ودي كيس تاني خالص. كل ضريبه بتحسب مع نفسها مع ذاتها. يعني ايه؟ يعني انا لما جيت حسبت ال 14% اللي على المشتريات ال 100000 حسبتهم على ال 100000 و14% ب 14000. ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه اللي هتستقطع مني وانا بشتري، الصوت واصل يا جماعه؟ الصوت واصل يا شباب؟ تمام، عشان بس كان جايب لي مسج ان الاتصال ضعيف عندي. طيب تمام نكمل. كل حالة من حالات الضريبة اللي عندي هتبقى مستقلة بذاتها على أصل قيمة الصفقة. قيمة الصفقة أساسا ب 100000. ال 100000 ديت هدفع معاها ضريبة 14%. 14% يعني 14000. يبقى ال 14% مستقلين بذاتهم اللي هم ال 14000.
طيب ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه اللي هستقطعها من المورد تحت حساب مصلحه الضرائب، دي برضه هتتحسب على ال 100,000 لوحدها. استوفت الشرط اكتر من ال 300 خلاص يبقى نحسب عليها ال 1% او في مثالنا هنا النص في المية يبقى 500. يبقى كاني هعمل مقاصه نقديه فقط لا غير. يعني ايه؟ يعني انا 100,000 مشتريات، دي قيمه المشتريات عندي، 14,000 ضريبه قيمه مضافه، الخزنه هيطلع منها بس 113,500. ليه؟ لان يا مورد بعد اذنك يا اللي انا بشتري منك ال 500 دول انا حاجزهم على جنب تحت حساب مصلحه الضرائب، القيد شارح نفسه. حد عنده اي سؤال في الجزئيه ديت قبل ما ننتقل لعمليه؟ انا كده عرفت من حضرتك مكان الضريبه في القيد. تمام. حد عنده سؤال يا شباب في الجزئيه ديت قبل ما ننتقل لعمليات البيع؟ عشان انا متارجت ان احنا نخلص النهارده. افهم ليه ديت مدينه والتانيه داينه. انت تقصد ايه بليه ديت مدينه والتانيه داينه؟ ما احنا هنكمل بيع دلوقتي بنفس الفكره. تقصد ايه ديت وديت؟ ايه ديت مدينه وايه ديت داينه؟ تقصد ايه، ضريبه القيمه المضافه ولا ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه؟ طب ليه ما ثبتش ضريبه الخصم مع عقد المشتريات من حساب المشتريات الى مسؤولين الموردين من حساب ضريبه الخصم؟ ليه ثبتها عند السداد؟ لان هي بالفعل بتثبت عند السداد، مش عند عمليه البيع ولا عند عمليه الشراء، تحسب عند السداد والتحصيل الفعلي، لانها عمليه استقطاع من النقديه، استقطاع فعلي من النقديه. فانا لما بتستقطع مني، لما العميل بتاعي يستقطعها مني انا كمورد، عميلي يستقطعها مني، فبيستقطعها من ايه؟ بيستقطعها من فلوسي. ولازم يكون عمليه الاستقطاع، خلي بالك بقى لان فعلا سؤالك ده مهم وهينفعك قوي في الحياه العمليه. عمليه الاستقطاع لازم تتم بنصاب قانوني رسمي. يعني ايه؟ يعني لازم يكون في اشعار اتحرر بعمليه الاستقطاع، لازم يوصلني ايصال. ان شاء الله ابعت لكم مع ملفات الاكسل، ابعت لكم النموذج بتاعه. لازم يكون واصل لي اشعار خصم ضريبه ان انا اتخصم مني 1% او نص في المية زي ما كانت زمان، دلوقتي بقت 1% زي ما قلنا. يوصلني اشعار بخصم 1%. الاشعار ده ما بيتحررش الا لما بيتم عمليه السداد او التحصيل. فهي مرتبطه بالسداد او التحصيل، مش مرتبطه بالشراء والبيع، مش لحظه الشراء ولا لحظه البيع. المضافه مالها؟ المضافه ايه الحساب الرئيسي اللي بتتحط تحته في الدليل؟ والارباح التجاريه والصناعيه لو انا عندي خدمه وتوريد اخصم الاثنين في نفس القيد. عادي بقى براحتك تخصم الاثنين في نفس القيد في 10 قيود، دي بترجع لك انت. بص يا سيدي، احنا مش عايزين نتعامل مع فكره القيود بان احنا نحفظ هي دي لي مدينه وهي دي لي داينه. انا عايزك تمنطق القيد مش تحفظه ولا حتى تفهمه. يعني انا عايزك تبقى اعمق من فكره ان انت فاهم القيد، ان انت تمنطق القيد. يعني ايه منطق القيد؟ يعني بالمنطق كده، هو اصل ولا التزام؟ هو اصل فلوس عليا ولا فلوس ليا؟ فببساطه شديده جدا، انا ليه بقول لك ضريبه القيمه المضافه هتيجي مدينه ليه في حاله المشتريات، او مع المشتريات جايه مدينه ليه؟ بالمنطق. والله تعالى نعملها بالمنطق اهي. انا دلوقتي اشتريت ب 10,000 جنيه، ادي حساب المشتريات طرف مدين، يبقى من حساب المشتريات هدفع عليها 14% ضريبه. هدفع عليها، خد بالك معايا، 14% ضريبه يعني 1400. هدفع ديت بالمنطق كده، ما هي مصروف يا اصل، صح ولا لا؟ اه صح، يا مصروف يا اصل. طب كلام جميل. واحده واحده كده عليا هتروح قايل لي من حساب برضو ضريبه القيمه المضافه. ما انت قايل لي ان ضريبه القيمه المضافه مع نفس معامل القيد. طب منطقها كده، ما هي الفلوس اللي انت دافعها كضريبه قيمه مضافه دي فلوس انت دفعتها لمصلحه الضرائب. اصل ليه؟ اصل ليك، فلوس ليك. فكأن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة بنعملها معاملة الأصول، دي أصل ليك لحين تسويتها مع الالتزام اللي عليك اللي هي الفلوس اللي أنت محصلها. تاني، لما باجي في حالة المشتريات أنا بدفع مع المشتريات
مع المشتريات بدفع معاها ضريبه. اشتريت ب 10000 دفعت معاها 1400، يعني ده اجمالي اللي دفعته 11400. تفصيل ال 11400 دول ايه؟ عباره عن 10000 مشتريات، وعباره عن 1400 ضريبه قيمه مضافه مدفوعه فلوس ليا في السوق. فبالمره نجاوب على سؤال، هي تحت انهي بند في الدليل؟ ضريبه القيمه المضافه المدفوعه او ضريبه القيمه المضافه بشكل عام، اللي هي حساب ضريبه القيمه المضافه، بتبقى من ضمن الاصول المتداوله. حساب ضريبه القيمه المضافه من ضمن الاصول المتداوله في حاله الدفع، في حاله لما يكون ليك فلوس اكتر من اللي عليك. انما هي اساسها ضريبه القيمه المضافه، في الاساس المفروض تكون المحصل اكتر من المدفوع، يعني الالتزام اكتر من الاصل. فبالتالي لما يبقى الالتزام اللي انت محصله يعني اكتر من المدفوع اللي هو الاصل، بتظهر من ضمن الالتزامات المتداوله. تاني، يبقى ضريبه القيمه المضافه، كنت عايز اجل الاستطراد في شرحها في محاضرتها، بس يعني بالمره واحنا فيها عشان نبقى مقفلين الفكر. ضريبه القيمه المضافه لما اجي محصلها مع المبيعات بتبقى التزام عليا. محصل مثلا مع المبيعات، هنقول بقى ب 20000، يعني محصل 2800، واشتريت ب 10000 يعني محصل 1400. هنا اللي انا محصله اكتر من اللي انا دافعه، وده الطبيعي في ضريبه القيمه المضافه، تبقى ده الطبيعي بتاعها، اللي انا محصله يكون اكتر من اللي انا دافعه. الفرق ما بين المحصل والمدفوع اللي هي 2800 ناقص 1400 يظهر معايا من ضمن الالتزامات المتداوله باسم ضريبه القيمه المضافه المستحقه، التزام متداول. زمان كان بيتبوب من ضمن الالتزامات الاخرى، دلوقتي مفيش حاجه اسمها التزامات اخرى، يا متداول يا غير متداول، والاصول يا متداول يا غير متداول. فبيتم تبويب ضريبه القيمه المضافه لما يكون الالتزام اللي عليا اكبر من ضمن الالتزامات المتداوله تحت بند ضريبه القيمه المضافه المستحقه. طب افرض انا ليا فلوس عند مصلحه الضرائب تظهر معايا من ضمن الاصول، يبقى انا كده الضريبه المدفوعه، الضريبه على المدخلات اكتر من الضريبه المحصله، فتظهر معايا من ضمن الاصول المتداوله. لكن ما ينفعش تظهر معاك بالسالب، خلي بالك مفيش حاجه اسمها حساب يظهر معاك بالسالب فيبقى سالب من ضمن الالتزامات المتداوله، عشان المدفوع اكتر من المحصل فتظهر في الالتزامات بالسالب، زي ما بعض الناس شفناهم بيعملوا المعالجه دي. ده الكلام ده خاطئ تماما. هي يا اما تظهر من ضمن بند الاصول لو اللي ليا اكتر، يا اما تظهر من ضمن بند الالتزامات لو اللي المطلوب ادفعه اكتر. طيب يلا نخش على المبيعات عشان نوضح الفكره. تاني برضو في حته السؤال برضو كان بتاع ليه بنسبه مدين وداين. ضريبه الخصم بقى، ضريبه القيمه المضافه دي قلت لك امتى بتبقى مدينه وامتى بتبقى داينه، ودينا ايه منطقناها مع القيد، عملنا لها منطق. قلنا اشترينا ب 10000، دفعنا مع ال 10000 1400. دفعت يعني ايه؟ يعني فلوس ليا بره دفعتها تحت حساب اصلي. الاصل ده اللي هو اسمه ضريبه القيمه المضافه، فلوس ليا انا دافعها، فتظهر معايا مدينه. تظهر معايا داينه امتى؟ لما احصلها بقى، احصلها فشيء طبيعي انا واخد فلوس تحت حساب ايه؟ تحت حساب ضريبه القيمه المضافه، فشايلها عندي، حاجزها عندي، بس مش فلوسي، فتبقى التزام عليا، كانها التزام منتظر السداد. الالتزام ده بقفله مع الاصل اللي هي المحصل، الفلوس المحصل المدفوعه، اسف، المحصل يتقفل مع المدفوع، فيبقى في فرق. الفرق ده المفروض لما يبقى الالتزام اكبر تظهر معاه من ضمن الالتزامات المتداوله. لما يبقى الاصل هو اللي اكبر، يعني بمعنى اصح لما يكون المدفوع هو اللي اكبر، يظهر معايا بقى كانه اصل ليا، فلوس ليا تخصم بعد كده. اسمه بالنسبه من وجهه نظر مصلحه الضرائب اسمه الرصيد الدائن. بالنسبه لك انت بيبقى رصيد مدين. بيسموهم حتى لما كنا نروح زمان ايام ما كان الشغل ورقي واقرارات ورقيه، كان يقول لك بتوع الرصيد الدائن الحراميه يجوا على جنب، عشان عارفين انه كان بيبقى كله ضرب. يقول لك بتوع الرصيد الدائن الحراميه يجوا على جنب، بتوع الرصيد المدني يجوا هنا وبتوع الرصيد الدائني يجوا هنا.
بالنسبه لهم هم من وجهه نظرهم رصيد داين انت مدينهم، بالنسبه لك انت فلوس ليك، فبالنسبه لك هم رصيد مدين عندك. بس طبعا ده الاستثناء، الاصل في ضريبه القيمه المضافه ان هي تبقى التزام. الاصل او الاساس عشان ما نفهمش كلمه الاصل بمصطلحاتنا احنا يعني، اقصد الاساس في ضريبه القيمه المضافه اساسا ان هي تكون التزام، تظهر من ضمن الالتزامات المتداوله، تبقى رصيد دائم بالنسبه لك، ويبقى انت بالنسبه لهم هناك رصيد مدين، ليهم فلوس عندك، انت بالنسبه لهم اصل وهم بالنسبه لك التزام. يلا بقول لك من وجهه نظر مصلحه الضرائب كمان انت شكلك ايه. فالاساس فيها ان هي تظهر من ضمن بند الالتزامات. اما ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه، تعال نمنطقها برضو. الله، احنا نروح بعيد ليه؟ مش ما نقعدش نوجع دماغنا بايه المدين وايه الداين. منطق العمليه الماليه اللي في ايدك حللها، تقدر توصل للقيد بتاعك المظبوط. ايه المنطق بتاع ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه؟ ببساطه شديده جدا، انا كان ليا فلوس عند العميل بتاعي. بص انا بنتكلم بالايه، بالحب اهو. لينا فلوس عند العميل بتاعنا. يا عميل هات فلوسي. ليك كام يا واد يا محمود؟ انا ليا 10000. لا هم تاخد بس 9900. ليه يا ابني؟ مصلحه الضرائب قالت لي اشيل لهم 100 جنيه من فلوسك. فبدل ما كانت خزنتي هيبقى فيها 10000، خزنتي بقى فيها 9900. يبقى كأن ال 9900 النقديه اللي في الخزنه بتاعتي اصل، صح ولا لا؟ وال 100 جنيه اللي انا دافعها اللي مخصومه مني تحت حساب الضريبه، اصل ليا برضه، اصل ليا، فلوس ليا بره. بس الفلوس اللي ليا بره دي بتتحوش لي عشان استقطعها من ضريبه الدخل بتاعتي اخر الفتره. مش ضريبه الدخل التزام؟ التزام. طلع عليا ضريبه دخل في نهايه الفتره 50000. اثبت قيد ضريبه الدخل، هتروح قايل من حساب مصروف ضريبه الدخل الى حساب ايه؟ الى حساب مصلحه الضرائب على الدخل، او مصلحه الضرائب العامه يعني. الى حساب مصلحه الضرائب العامه دي التزام اهو، التزام ب 50000 جنيه. لا تعالى دور على الاصل بتاعي، انا ليا اصول قد ايه؟ اللي هي ايه اصول؟ اللي هي ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه المدفوعه. يبقى اللي انا دافعه ده انا دافعه اصل تحت حساب التزام. الله لا يمسيه بالخير، كان معايا مدير زمان اول ما اتخرجت، بعد ما اتخرجت بسنه كده. الموضوع ده دايما بيفكرني بيه، موضوع ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه، كل لما اجي اشرحه افتكره. كان حاططني في دماغه شويه. فجينا دفعنا دفعه مقدمه تحت حساب مصلحه الضرائب عشان نخلص من قصه الارباح التجاريه والصناعيه، والعملاء ما يخصموش مننا حاجه وبتاع، ونبقى منظمين نفسنا وخلاص عاملين حسابنا ان فلوس العميل هتخش كامله. فجي المدير التنفيذي راح دفع مبلغ تحت حساب دفعه مقدمه تحت حساب ضريبه الدخل. فجت اداني الايصال، فجيت بسجل العمليه. فهو جه بيراجع الشغل ورايا، فلقيني مسجل من حساب دفعات مقدمه لحساب مصلحه الضرائب الى حساب الايه البنك، وعامل القيد بتاعي وتمام والدنيا زي الفل. فجيت لقيته جاي تاني يوم الصبح بيزعق لي: انت عمال تقول لي انت مهني ومش مهني وبتاع وعايش لي في الدور. استاذ عبد المقصود في ايه اللي حصل يعني؟ تعالى يا بيه شوف ايه ايوه ايه اللي غلطت في ايه انا؟ تعالى شوف القيد، المصيبه اللي انت عاملها دي. يا عم طب وريني المصيبه اللي انا عاملها، انا متاكد من شغلي ومراجع شغلي صح، شغال محاسب عام ساعتها. قال لي والله ما انا قايل لك عليك تشوف انت لوحدك. حاضر يا سيدي، ادور في القيود بتاعتي مش لاقي فيها غلط. طب قول لي حضرتك الغلط فين وانا اصلحه، ولو عايز تخصم لي اخصم لي، نتناقش يعني، اعرف بس غلطي فين. قيد الضريبه سعادتك عامله من حساب دفعات مقدمه تحت حساب مصلحه الضرائب الى حساب البنك. قلت له طب وايه المشكله يعني؟ ايه المشكله في القيد؟ ما هي دفعه مقدمه ده فعلا مصلحه الضرائب. فقال لي ليه هي الدفعه المقدمه لحساب مصلحه الضرائب اصل ولا التزام يا بيه؟ قلت له اصل. انا لحد دلوقتي مش حاطط ايدي هي الغلط فين، مش عارف انا مش عارف اوصل للغلط فين. قلت له اصل. دفعه مقدمه تحت حساب مصلحه الضرائب اصل. قلت له والله اصل. الله امال هي ايه؟ ده التزام يا بيه. قلت له التزام؟ التزام ازاي؟ يعني ايه يعني؟ قلت له طب ممكن حضرتك تعمل لي القيد كده، امسك ورقه وقلم واعمل لي القيد. انا مش قادر اصدق ان هو يعني واصل لمرحله التخلف دي. راجل السي في بتاعه يعني لما تبص له تتخض.
وكان معيد ما اعرفش في جامعه ايه، وكان مدير بنك مش عارف مين. انت بتتكلم ازاي؟ يعني ازاي دفعه مقدمه لمصلحه الضرائب؟ طب اعمل لي القيد كده، يعني عرفني قيدها بيتعمل ازاي، وانا اعتذر لطوب الارض، اوطي على جزمتك ابوسها لو عملت لي قيد ليها. انت بتختبرني؟ قلت له لا، عرفني الصح، قول لي القيد بتاعها ازاي. البنك هنا في الطرف الداين دفع الى حساب البنك، دفعه مقدمه ديت اعملها ازاي؟ يعني اقول الى حساب البنك الى حساب دفعات مقدمه، ولا اعملها ازاي يعني؟ المهم هو يزعق وانا ازعق وبتاع، وحتى اللي مش فاهمين في المحاسبه اتدخلوا في الموضوع، قالوا له يا عم انت بتتكلم غلط ازاي؟ فعلا انت دافع فلوس. شرحتها لهم بالبلدي، قلت لهم دافع فلوس لمصلحه الضرائب دفعه مقدمه، فلوس ليا ولا عليا؟ قالوا لي لا فلوس ليك. قلت له يبقى اصل الالتزام يا بيه. اجي له شمال يجي لي يمين ومش قادر يفهم. اتصلنا بالمراجع القانوني بتاعنا، يا مراجع قانوني نوجهها ازاي؟ ما انا يعني اذا خاطبني فعلا عالما غلبته، ألف عالم غلبته، واذا خاطبني جاهلا غلبني. انا مش قادر اوصل معاه الحل. اخر ما زهقت رحت متصل بالمراجع القانوني بتاعنا، يا استاذ رمسيس الله يرحمه، يا استاذ رمسيس القيد المفروض يتعمل ازاي؟ قال المفروض تعمل من حساب دفعات مقدمه الى حساب البنك. المهم شمال يمين ما وصلتش معاه الحل، في اخر ما زهقت ضربته. الله يمسيه بالخير بقى، لا الله لا يمسيه بالخير. لو انا عندي خدمه وتوريد اخصم الاثنين في نفس القيد، عادي تخصم الاثنين في نفس القيد. ليه المضافه بتيجي مدينه والارباح التجاريه داينه؟ احنا شرحنا جزء منها دلوقتي، وكام ساعات بيخصمها من فاتوره الشراء والسداد بعد 3 شهور، عادي جدا جدا مفيش مشكله. ايه ده؟ ساعات بيخصمها على فاتوره الشراء والسداد بعد 3 شهور؟ لا بص اقول لك على حاجه، هو بعد مرور 3 شهور، عشان هو الموضوع ايهما اقرب، هو بيسدد كل 3 شهور. لما بيستقطعها منك بيسددها نيابه عنك كل 3 شهور. فايهما اقرب؟ لو تمت عمليه السداد قبل الثلاث شهور تثبت مع السداد، لو السداد بعد 3 شهور تثبت مع فاتوره الشراء، او تثبت. ايهما اقرب؟ لان يعني الجزئيه دي كويس ان انت سالت السؤال ده. ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه معايا تحت اي بند في المركز المالي؟ هقول لك دلوقتي. الجزئيه اللي كنا بنقولها ان انت دلوقتي لو عدى 3 شهور وانت السداد لسه هيبقى بعد الثلاث شهور، لا لازم تثبت خلاص كده، يقول تثبت استحقاقيا، تتعمل استحقاق. ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه، بص يا سيدي، زي ما كنا لسه بنقول دلوقتي، استقطعت مني يعني فلوس ليا بره، يعني اصل تظهر من ضمن الاصول المتداوله. لو انا اللي مستقطعها، طيب تظهر من ضمن الاصول المتداوله، وبتقفل فين؟ تقفل مع ايه؟ بتقفل في نهايه الفتره الماليه مع ضريبه الدخل المستحقه عليا. الاصل اللي ليا ده لما بتظهر من ضمن بنود الاصول المتداوله بقفله في نهايه الفتره الماليه مع التزام عليا اللي هو ضريبه الدخل. طب لما يكون ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه محصله، فانا هنا بالنسبه لهم انا مجرد وسيط، باخدها من اليمين من ايد المورد بتاعي، بفضل شايلها عندي من ضمن الالتزامات المتداوله لحد ما يجي ميعاد سدادها. لما اجي اسددها خلاص اتقفلت، ما بتظهرش في الدفاتر، انتهت. ظهرت مره داينه، تظهر مره مدينه ساعه السداد، اقول من حساب ضريبه ارباح تجاريه وصناعيه محصله الى حساب النقديه، فكده خلاص اتقفلت معايا، حصلتها سددتها اتقفلت. ظهرت مره داينه مره مدينه اتقفلت، انتهت من الدفاتر. اما الضريبه المدفوعه او المسدده اللي بتدفع تحت حساب ضريبه الدخل، بتفضل ظاهره معايا في الدفاتر لحين تسويتها مع ضريبه الدخل. نخش بقى على المبيعات، زي مثلا فاتوره اكل ومعها خدمه. مش فاهم تقصد ايه بفاتوره اكل ومعها خدمه؟ الفرق بين ضريبه الدخل وضريبه القيمه المضافه، اظن الفرق ظاهر ما بين ضريبه الدخل والقيمه المضافه. ضريبه الدخل زي ما قلنا دي، ما هو ضريبه الدخل مش ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه. لا هقول لك، ضريبه القيمه المضافه، الضريبه من اسمها بتحسب على القيمه المضافه. زمان كان تسميتها حتى خاطئه، كانوا بيسموها ضريبه مبيعات، هي تسميه خاطئه. ايه هي القيمه المضافه؟ سيبك من كلمه ضريبه، هي القيمه المضافه عباره عن ايه؟ القيمه المضافه هي ضريبه بتحسب على الفرق ما بين مدخلات ومخرجات عمليه الانتاج او عمليه البيع. انا عندي سلعه، السلعه ديت ولتكن هنقول ايه مثلا
هنقول كيكايه، الكيكه اللي انت بتروح تشتريها من الشارع. الكيكه ديت دخل فيها دقيق ومحسنات ومش عارف وسكر ولبن بودر ومش عارف ايه، دخل مجموعه من الخامات فيها. تمام. الخامات ديت التكلفه بتاعتها نفترض ان اجماليها 1000، نفترض يعني اجماليها 1000. انت بتاخدها بتصنعها، بتحولها في شكل منتج، بتيجي تبيعها، هتبيعها مثلا خلينا نقول هتبيعها ب 2000، مكلفاك 1000 وهتبيعها ب 2000. لما تيجي تحسب ال 14% المدفوعه وال 14% المحصله، في حاله الشراء بدفع 14%، فبالتالي انا دافع 140 جنيه. حاله البيع جيت بعتها ب 2000 بحصل 14%، فانا محصل 280 جنيه. دافع مره 140 ودافع مره 280. لما اجي اقفل ال 280 مع ال 140 يبقى انا مطلوب مني ادفع لمصلحه الضرائب 140 جنيه، الفرق ما بين ال 280 والفرق ما بين ال 140. ال 1000 جنيه اللي انت كلفت بيها الخامات دي اسمها مدخلات، مدخلات عمليه الانتاج، اللي هي ما بين قوسين كده مشتريات. ال 2000 جنيه اللي انت بعت بيهم الخامات ديت بعد ما شكلتها، او حتى لو هي نفسها زي ما هي وانت مجرد منشاه تجاريه وسيطه بتاخد المنتج زي ما هو وتبيعه بدون تشكيل، فدي بالنسبه لك اسمها مخرجات او مبيعات. لو جيت حسبت الفرق ما بين المدخلات والمخرجات اللي هي ال 1000 جنيه، ما انا اشتريت ب 1000 وبعت ب 2000، الفرق ما بين المبيعات والمشتريات او المخرجات والمدخلات 1000 جنيه. اضربها كده في 14%، هتساوي 140، اللي هو المبلغ اللي انت اصلا سددته لمصلحه الضرائب. اللي احنا عايزين نقول ايه؟ كأن الضريبه على القيمه المضافه هي ضريبه على القيمه المضافه، بمعنى انها ضريبه على ما تم اضافته على المدخلات، او مدخلات الخامات، ما تم اضافته على سعر البيع او على التكلفه. انا كنت مكلف 1000 وضفت عليها 500 هامش ربح مثلا، او انا مش عايز اسميها هامش ربح، بس يعني حولت التكلفه اللي هي 1000 ل 1500، عشان كلمه هامش ربح غلط هنا في الجزئيه دي. اضفت على التكلفه اللي هي كانت 1000 اضفت عليها 500، مش هنقول 2000، نقول ضفنا عليها 500. فالقيمه اللي اتضافت على ال 1000 هنا 500. الضريبه بتحسب المفروض على الصافي اللي هو ال 500 دي، الفرق ما بين المخرجات والمدخلات، الفرق ما بين سعر البيع والتكلفه. فانا بعت ب 1500 مخرجات، اشتريت ب 1000 مدخلات، الصافي بتاعهم الفرق ما بينهم 500، اضربه في 14%، يعني مطلوب منك تسدد 70 جنيه. عشان كده اسمها ضريبه على القيمه المضافه. والمفروض العميل بتاعك لما اشترى منك السلعه دي ب 1500، لو فرضنا ان هو عميل تجاري يعني هيعيد بيعها، هيحط هو كمان قيمه مضافه ليه، فهيبيعها، هيحط مثلا فوقيها 300 جنيه كمان، فهيبيعها ب 1800، وهكذا. لما يجي هو يبيعها ب 1800 يحصل عليها ضريبه 14%، وهو اصلا كان مسدد عنها ضريبه 14% على اساس 1500 جنيه ضريبه مدخلات. فبالتالي هي ضريبه على القيمه المضافه، كل ما يضاف قيمه على التكلفه، كل ما يضاف قيمه على التكلفه يحسب عنها ضريبه. دي ضريبه القيمه المضافه، ضريبه على التداول. حتى كان من ضمن تعريفات ضريبه المبيعات زمان، ايام ما كان اسمها ضريبه المبيعات، كان يقول لك من ضمن خصائص ضريبه المبيعات انها ضريبه على القيمه المضافه. لو قريت القانون بتاعها اللي كان معمول بيه لحد اعتقد سنه 2014 2015 حاجه كده، كان القانون كان القديم بتاع ضريبه المبيعات ايام ما كان سعرها 10%، وبعد كده علوه 13، وبعد كده خلوه 14%. ايام ما كان سعرها 10% واسمها ضريبه المبيعات، كان يقول لك ايه من ضمن خصائص ضريبه المبيعات؟ انها ضريبه على القيمه المضافه. اول مره افهمها بالطريقه دي. اي خدمه يا ريس. لكن الفرق بين ان دفعات مقدمه وان بشتغل اشعارات. بص يا سيدي، انت لما بتروح تدفع دفعه مقدمه بتدفع اعتقد 60% من اخر ضريبه انت مسددها، اخر ضريبه دخل انت مسددها. الدفعات المقدمه انت كانك بالظبط دفعت
دفعه مقدمه لمصلحه الضرائب بدري بدري من اول السنه الضريبيه، وبتقول للعملاء بتوعك يا عميل انت وهو محدش منكم، هي الفرق ما فيش فرق ما بين الضريبه المسدده تحت حساب الارباح التجاريه والصناعيه والدفعات المقدمه، الاثنين بيتعاملوا محاسبيا نفس المعامله، بيظهروا هم الاثنين اصل معايا من ضمن الاصول. فانت كده بتقول للعملاء بتوعك يا عميل منك لهم ما حدش فيكم يخصم مني جنيه تحت حساب الضريبه، ضريبه الدخل، انا دافع لمصلحه الضرائب، وادي الشهاده معايا بتقول ان انا دافع دفعه مقدمه، بتودي صوره للعميل بتاعك، ما خلاص كده شكرا، ما يقدرش يخصم تحت حساب الضريبه حاجه. انا بخصم الارباح التجاريه اللي خصمها العميل عليا من صافي الربح، لا مش من صافي الربح، لا مالكش دعوه خالص بصافي الربح والكلام ده، ده بيبقى رصيد منقول معاك، ركز معايا، ملناش دعوه بصافي الربح خالص، دي مش عبء على الارباح، ضريبه القيمه المضافه، ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه المسدده او المدفوعه مش عبء على الايراد ولا عبء على الارباح، ده اصل ليك. انا قلت لك ايه؟ بعد ما بتعمل قائمه الدخل بتاعتك، حسبت ضريبتك عند محاسب قانوني ولا عند مستشار ضريبي ولا المحاسب بتاعك حتى حسبها لك، طلعت زي ما قلنا 12000. في اصل عندي ظاهر من ضمن بنود قائمه المركز المالي في اصول المتداوله، ظاهر اصل عندي اسمه ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه المسدده او المدفوعه، ده اصل فلوس ليا، بتنقل معاك للسنه الماليه الجديده رصيد افتتاحي، رصيد مديني افتتاحي، تظهر برضه من ضمن الاصول المتداوله. حددت الضريبه بتاعتك، لما تيجي تسدد ضريبتك عليك ضريبه 12000، وانت اصلا عندك اصل اسمه ضريبه القيمه المضافه المسدده او المدفوعه 5000، فاكر المثل ده اديناه من شويه، قلنا عليك 12000 وليك 5000 عند مصلحه الضرائب متورده باشعارات، بدفع الفرق ما بينهم، بقفلهم مع بعض، والفرق ما بينهم بيبقى بالنسبه لي بعمل القيد بالشكل ده. يلا بينا نعمل القيد، بنقول من حساب ضريبه الدخل المستحقه الى مذكورين، حساب ضريبه ارباح تجاريه وصناعيه مدفوعه، حساب النقديه من حساب ضريبه الدخل المستحقه 12000، حساب ضريبه ارباح تجاريه وصناعيه مدفوعه كان حساب ظاهر عندي مدين من ضمن الاصول المتداوله بمبلغ 5000 جنيه، هجيبه دلوقتي داين 5000 جنيه، وحساب النقديه بالفرق اللي هو 7000 جنيه، يفضل منور في دماغك القيد ده. ممكن قيد الدفعه المقدمه تاني، القيد بالنسبه لك بسيط خالص، زي ضريبه ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه المدفوعه، من حساب دفعات مقدمه تحت حساب ضريبه الدخل الى حساب النقديه او البنك زي ما سددت، من حساب دفعات مقدمه تحت حساب ضريبه الدخل الى حساب النقديه او البنك زي ما يكون ضريبه الدخل. 60 في قيمه 60% ديت، انت السنه اللي فاتت اخر ضريبه مثلا انت مسدد 100000، اخر ضريبه انت مسددها السنه اللي فاتت 100000، عايز تمشي بنظام الدفعات المقدمه، فيقول لك ادفع 60% من ال 100000 دي، يعني هتدفع 60000 كده الدفعه المقدمه بتاعتك. الدفعه المقدمه تفضل رصيد اصل ظاهر معاك في الدفاتر من ضمن الاصول المتداوله بتاعتك، لحين ما تيجي تسدد ضريبه الدخل المستحقه، نفس فكره ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه المدفوعه، رصيد ظاهر معاك في الدفاتر لنهايه الفتره الماليه 31/12، يبقى رصيد افتتاحي معاك في 1/1 يظهر معاك من ضمن رصيد مدين من ضمن الاصول المتداوله برضه، دفعات مقدمه تحت حساب ضريبه الدخل. كنت دافع 60000 وخليني الضريبه عندي السنه دي 90، السنه الجديده بقى خلاص 90000، فبقول ايه؟ بقول من حساب ضريبه الدخل المستحقه الى مذكوري حساب دفعات مقدمه تحت حساب ضريبه الدخل 60000، حساب النقديه بالفرق 30000، واجمالي كده 90000. وضحت الفكره؟ نخش بقى على المبيعات عشان نلحق نخلصها ان شاء الله. تمام ماشي. بالنسبه لموضوع المبيعات، المبيعات يا جماعه
عباره عن حساب دائن لانه ايراد. فلما اجي اثبت عمليه البيع، طبعا في طريقه الجرد الدوري بتختلف عن طريقه الجرد المستمر. عمليه البيع في طريقه الجرد المستمر ليها خطوات كتير، ولكن في طريقه الجرد الدوري عمليه البيع بيتم اثباتها بقيد واحد فقط لا غير. بنقول من حساب الخزنه الى حساب المبيعات. لو انا ببيع وحصلت الفلوس كاش، بقول من حساب الخزنه الى حساب المبيعات. حصلت الفلوس واودعت قيمتها في البنك، فمن حساب البنك الى حساب المبيعات. طيب انت ليه هنا مسمي نقديه ومبيعات بنكيه ومبيعات اجله؟ لان ببساطه يا شباب، على الواقع العملي في الحياه العمليه دايما لما بنيجي نفتح حساب استاذ تحليلي، وهنشوف الحساب يعني ايه حساب استاذ تحليلي للمبيعات، هنتطرق لشكل جديد لحسابات الاستاذ معانا في الحياه العمليه من ضمن حساب الطرق اللي بنستخدمها. احنا خدنا قبل كده، شفنا طريقه الاستاذ التحليلي اللي هي الفرنسي او الحركي، اللي احنا قلنا عليه بيبقى عند رصيده حركه مدينه وحركه داينه ورصيد اخر. هنشوف النهارده حساب استاذ بنعمله للمبيعات، للمشتريات، للمصروفات، شكل كده هنشوفه بيتعمل تحليلي. فانا التحليلي ده كاداره ماليه بقى، او حتى على مستوى تقارير الاداره المحاسبيه، بحتاج اعمل تحليلات للمبيعات وانواعها. كام في المية مبيعات نقدية، كام في المية مبيعات أجلة، كام في المية مبيعات بنكية، كام في المية مبيعات من خلال الفيزا. فالكلام ده كله بينفعني على مستوى التحليل والتقرير. لكن أنا كقيمة دخل كعرض محاسبي في النهاية دايما أحب أقول تقرير وأقول عرض. التقرير بنعمل فيه إيه، بنحتاج فيه لايه، والعرض النهائي بحتاج فيه لايه. لما جوه قائمه الدخل، على مستوى قائمه الدخل، انا مش محتاج ابدا افرق ما بين المبيعات وانواعها، كله في النهايه بيصب في حساب اسمه حساب اجمالي المبيعات. لكن انا مبيعاتي على مستوى التقرير، على مستوى التحليل، محتاج اعرف ايه منها النقدي، وايه منها البنكي، وايه منها الفيزا، وايه منها الاجل كمان. يعني لما اجي ابيع اجل دلوقتي هنشوف القيد بيعمل ايه. لما باجي ابيع على الحساب بقول من حساب العملاء الى حساب المبيعات الاجله. الله، ما انا كمان محتاج اعرف مبيعات الاجله قد ايه، نسبتها قد ايه للمبيعات، لاجمالي المبيعات، نسبتها قد ايه للمبيعات النقديه. طيب في حاله البيع على الحساب وتحرير ورقه دفع، اسف ورقه قبض، بثبت عادي عمليه البيع، بقول من حساب العملاء الى حساب المبيعات الاجله. في حاله تحرير ورقه القبض، اللي هو استلمت شيك تحت التحصيل، المره اللي فاتت في المشتريات خدنا شيك تحت الصرف. وطبعا شيك تحت التحصيل بيتم عشان الناس اللي بتسال وضعه فين في الدليل، طبعا بيكون تحت بند اوراق القبض. شيكات تحت التحصيل تحت بند اوراق القبض. شيكات تحت الصرف او تحت الدفع بتكون موقعها في الدليل حساب فرعي من الحساب القبض، اللي هو حساب اوراق الدفع، زي ما هنشوف ان شاء الله لما نيجي نشرح على اكفيليكس اي ار بي. طيب لما اجي احرر ورقه القبض، فاقفل حساب العميل من عندي واقول من حساب اوراق القبض الى حساب العميل، واقول اوراق القبض طبعا ما بين قوسين شيكات تحت التحصيل، او لو هوسط حساب شيكات تحت التحصيل على حسب انت مفرع ازاي عندك في دليل الحسابات. تحصيل ورقه القبض فمن حساب الخزينه او حساب البنك لو انا اودعته في البنك وحصلته، الى حساب اوراق القبض شيكات تحصيل باسم العميل فلان الفلاني. العمليات المرتبطه بالمبيعات، طبعا انت لما ليه دايما بنشرح على الجرد الدوري؟ عشان تكون فهمت الفكره بعد كده لما نيجي نشرح مستمر فتقول تسترجع فتعرف تقارن بسرعه. طيب العمليات المرتبطه بالمبيعات، اول نقطه معايا مردودات المبيعات، اللي انا نفس الفكره زي ما انا كده لما جيت اشتريت رديت بضاعه مش عجباني غير مطابقه للمواصفات، فرديت البضاعه، فكنت بوسط هناك مردودات مشتريات، هنا العكس بوسط مردودات مبيعات. فلو كنت انت مشتري نقدي او طبعا مسدد عن طريق البنك، فلما تيجي لو لما كنت بايع، اسف مش مشتري، احنا كده في البيع، لما كنت بايع
نقدي. لما تيجي مثلا العميل يرجع لك البضاعه، فمؤكد هتسد له او هترجع له فلوس. فعلى حسب وسيله السداد هنقول من حساب مردودات المبيعات الى الخزنه او البنك. وطبعا لو كان البيع كان آجل فهنقول من مردودات المبيعات إلى حساب العملاء، كأن بالظبط العميل هيستقطعها من حسابه، وأنا بالتالي هتظهر عندي عملية الاستقطاع من الحساب، فيظهر عندي حساب العملاء دائم. طيب كلام جميل. مسموحات المبيعات نفس الفكرة بالظبط بتاعت المشتريات. مسموحات المبيعات أنا بعت بضاعة للعميل، البضاعة طلعت معيبة، العميل قلت للعميل يا عميل بعد اذنك ما ترجعليش البضاعه، معلش انت ايه خدت على عينك واشتريتها، فاستحملني للاخر وهعمل لك خصم 40%. قال لي حاضر يا مورد. فرحت عامل القيد اللطيف بتاعي من حساب مسموحات المبيعات الى حساب الخزنه او البنك، وفي حاله الشراء الاجل بنزلهم من حساب العميل واقول من حساب مسموحات المبيعات الى حساب العملاء. اظن واضح. عمليه الائتمان او منح الخصم النقدي او الخصم المعلق على شرط برضه نفس الفكره. انا لما اكون عامل خصم تعجيل دفع للعميل بتاعي، يا عميل انا هبيع لك اجل، احنا متفقين على اجل 45 يوم، لو سددت في خلال 15 يوم همنحك خصم 10%. ومعلومه بقى كده في النص، هنتكلم اداره ماليه لمده دقيقتين. نتكلم اداره ماليه مش اداره حسابات لمده دقيقتين. بنقول ايه؟ خلي بالك، وهي معلومه ليك حتى انت كمحاسب تنفعك. عمليه منح الخصم دي هي عمليه مش سهله. انت لما تيجي تتكلم في خصم 10% ولا خصم 5%، انت لازم تكون فاهم الخصم ده انت منحته من ربحك، من هامش ربحك، ولا منحته من فايده الائتمان اللي انت ضايفها اصلا على الصفقه. يعني الصفقه اساسا ب 100,000، لما هتبيعها اجل فرحت بايعها ب 110,000. فهل الخصم اللي انت هتمنحه للعميل هياكل من العشرة الفايدة اللي فوق ال100، ولا هياكل من ال100 الأساسية اللي انت كنت حاططها كسعر بيع نقدي عادي؟ فلازم تكون فاهم النقطة دي كويس جدا. انت بتمنح الخصم من ايه؟ مش خصم وخلاص. مش شطارة انك تلم فلوس بدري بدري. لا السيولة تيجي على حساب الربحية ولا الربحية تيجي على حساب السيولة. يعني برضو ما بقاش طماع واقول لا انا استنى لما احصل فلوسي في ميعادها وما اديلوش خصم، عشان الخصم دوت هيأثر على ارباحي، هيقلل من ارباحي. ما هو انت ممكن تبقى مزنوق ومحتاج سيوله. عشان كده عندنا باب مهم قوي لما بنيجي نشرح اداره ماليه، عندنا باب مهم قوي اسمه الربحيه والسيوله، الموازنه ما بين الربحيه والسيوله، لان الاثنين غالبا بيبقوا عكس بعض. مش دايما طبعا، بس غالبا بيبقوا عكس بعض. عندك سيوله كتير يبقى انت ربحيتك منخفضه لانك مش موظف السيوله دي. ربحيتك عاليه يبقى اكيد ربحيتك العاليه ديت تبقى واكله من سيولتك، لان ممكن ببساطه تبقى ربحيتك عاليه دفتريا. عشان كده بنقول مش دايما. ممكن تبقى ربحيتك عاليه وفي نفس الوقت سيولتك عاليه. ممكن تبقى ربحيتك عاليه دفتريا، بايع اجل كتير قوي، فبالتالي حاسب فوائد كتير فمعليه لك الربحيه، بس في نفس الوقت تيجي تفتح الخزنه ما تلاقيش. فلازم نوازن دايما ما بين الربحيه وما بين السيوله. هو شغل اداره ماليه، بس وارد جدا لان انت تبقى شغال محاسب اوحد في شركتك، لان دي اغلب الشركات دلوقتي او اتجاه المنشات دلوقتي منشات فرديه. فالمنشات الفرديه غالبا بيكون فيها محاسب او اثنين او ثلاثه على الاكثر، او على حسب مدى حجم ونشاط الشركه. فبيقع عليك عبء الاداره الماليه او جزء من شغل الاداره الماليه. فشغل الاداره الماليه لازم تكون فاهم كويس قوي، توازن دايما ما بين سيولتك وربحيتك، ودي من اهم البيبان اللي بنهتم بيها في شغل الاداره الماليه. ثم بعد كده بنيجي على موضوع اداره راس المال العامل، الفلوس اللي ليك والفلوس اللي عليك وحسابات الالتزامات وحسابات الاصول المتداوله. نرجع للموضوع. طيب انا اتميت عمليه البيع. لما جينا بقى نحصل
ما العميل بتاعي ما انتفعش بالخصم اللي انا عامله له، حصلت فيه الميعاد بتاعي، فعلى طول بقى في الحساب العملاء واقول من الخزنه او البنك الى حساب العملاء. طيب العميل انتفع بالخصم، هناك كنا بنسميه خصم مكتسب، هنا في عمليه البيع بنسميه خصم مسموح به. كده ضريبه القيمه المضافه، ضريبه الدخل بقى. هي انا ما شرحتش ضريبه الدخل؟ ايه الفرق ما بين ضريبه القيمه المضافه وضريبه الدخل؟ لا يا شباب، انا بيتهيألي شرحت الفرق يعني دي. فكروني والنبي عشان انا نسيت. شوفوا، هو أنا عبد الله احمد محمود وكاتب رقم تليفونه. طب انت عايزنا نرن عليك يا عبده ولا نعمل ايه؟ مش عارف. الساعة داخلة على 12، عندنا دوام. طب معلش يعني انا خلاص انا في السريع اقل من 10 دقايق والله هكون خلصت باذن الله. في حالة الانتفاع بالخصم النقدي، انا منحت للعميل بتاعي خصم وقلت له والله انت معاك فعلا فترة ائتمان 45 يوم، ولكن انت جيت سددت في خلال 15 يوم، فانا هدي لك خصم 10%. ففي الحالة دي الخصم بالنسبة لي بيبقى عبء على الإيراد. فبقول من مذكورين حساب الخزنة باللي انا حصلته فعليا، حساب الخصم المسموح به اللي هو الفرق ما بين اللي انا حصلته وما بين حساب العميل اساسا الى حساب العملاء. مصروفات المبيعات، مصروفات المبيعات ما عنديش فيها مشكله خالص، ما بضيفهاش على حاجه ولا بقفلها في حاجه. زي مصروفات المشتريات، دي مصروفات طبيعيه جدا، زي مصاريف نقل مبيعات، مصاريف عموله مناديب البيع ووكلاء البيع، مصاريف دعايه واعلان، اي مصاريف تخص المبيعات الى حساب وسيله السداد، او لو كانت مثلا خزنه او بنك او كانت سداد اجل زي ما يكون. العمليات الضريبيه المرتبطه بالمبيعات بسيطه خالص، لان احنا خدنا فكره في الجزء الاول في المشتريات عنها. فاول حاجه ضريبه القيمه المضافه. بالنسبه لضريبه القيمه المضافه مع معامل القيد، لما تكون عمليه البيع عندي داينه، فبالتالي ضريبه القيمه المضافه عندي هتبقى داينه. داينه يعني ايه؟ يعني التزام عليا، دي فلوس انا محصلها تحت حساب ضريبه القيمه المضافه. فبالتالي انا بالنسبه لي كده، لا شرحت المضافة وسبت الدخل، محتاجها ضروري في شغلي. عيني، حاضر حاضر. نخلص بس الجزئية ديت ونشرح ضريبة الدخل على طول. الخزينة إلى مذكورين ضريبة القيمة المضافة، حساب المبيعات. لو أنا مثلا ديت فلوس إحنا المفروض بنبيع للعميل بتاعنا، فالصفقه مثلا ب 100,000، فالعميل هيدفع ال 100,000 وفوقيها بوسه. ايه البوسه اللي فوقيها دي؟ اللي هي ضريبه القيمه المضافه. كاني خدتها من العميل وشايلها على جنب تحت حساب ضريبه القيمه المضافه، ضريبه مخرجات. يعني دي بالنسبه لي التزام عليا. الخصم المسموح به والخصم المكتسب موقعهم في قائمه الدخل ايرادات اخرى ومصروفات اخرى ولا بيدخلوا؟ لا، بص اقول لك على حاجه. زمان كانوا بيتعاملوا، الخصم المكتسب بيتعامل على انه ايرادات، والخصم المسموح به كان بيتعامل على انه تكاليف. دلوقتي بقى الخصم المسموح به والخصم المكتسب، هكلمك بطريقه الجرد الدوري لسه المستمر لما نجيله. بقى بيتعمل ايه؟ بيجي الخصم المسموح به، بقول المشتريات، اعملها لك اهو على ملف اكسل عشان تبقى قدام عينيك. نفس الجدول اللطيف اللي عملناه المره اللي فاتت اهو. بنقول هنسطر كده جدول عشوائي وخلاص زي ما يجي يعني. اهو تسطيرتك، قلمك مسطرتك اللزاز، وسع شويه يا سيدي اهو، وسع كمان. بنقول المشتريات، عرب يا معلم. بنقول مردودات المشتريات. بنقول مسموحات. بنقول الخصم المكتسب، الخصم المسموح به. نقول مثلا 50,000
مردودات مشتريات مثلا 3200، مسموحات مثلا 1400، خصم مكتسب 5000، خصم مسموح به 3000. فنروح قايلين ايه؟ المشتريات مطروحا منها مردوداتها، مطروحا منها مسموحاتها، مضافا اليها الخصم المكتسب، مطروحا منها الخصم المسموح به، تديك صافي المشتريات. فالخصم المسموح به دلوقتي بيقفل مع الخصم المكتسب في المشتريات. برضه انا كده بكلمك دوري مستمر. العمليه بتختلف شويه، الشكل المعالجه بتاعتها بتختلف عن كده، لكن دوري بتبقى بالشكل اللي قدامك ده. طيب نرجع في مسألة تانية محتاجة ضروري في شغل. حاضر حاضر اظبطك دلوقتي. في سؤال، هو لازم اعمل حساب متاجرة ولا ارباح؟ لا 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 لا، ما اسمعكش بتقول الكلام ده تاني. مفيش حاجة اسمها متاجرة وارباح وخسائر. الكلام ده بطلوه من 2002، اخر سنة كان معمول بيها في المتاجرة والارباح والخسائر سنة 2002. من 2003 يعني، شوف انا بكلمك من بتتكلم في كام سنة؟ 18 سنة. 18 سنه ما فيش حاجه اسمها متاجره ارباح وخسائر، ومش عارف هي ما اتشالتش لحد دلوقتي من المناهج ليه الحقيقه يعني. مش قادر اوصل للمفهوم يعني. يعني حطوا قائمه الدخل وبرضه مصرين يحطوا متاجره ارباح. ما فيش حاجه اسمها متاجره ارباح وخسائر، اوعى تقول الكلام ده اطلاقا يعني. تعمل دلوقتي البديل عنهم قائمه الدخل، ده دلوقتي بقت دخل ودخل شامل زي ما هنيجي ان شاء الله محاضره القوائم الماليه. ضرائب الارباح التجاريه والصناعيه اللي مرتبطه بالمبيعات قلنا بتيجي عكس المعامل بتاعها. فبقول من مذكورين حساب الخزنه حساب ضرائب الارباح التجاريه والصناعيه المدفوعه الى حساب المبيعات. ضرائب الارباح التجاريه والصناعيه المدفوعه دي بالنسبه لي زي ما قلنا قبل كده بتكون اصل ليه، فلوس ليه، فبتظهر معايا المدفوعه من ضمن الاصول لحين تسويتها مع ضريبه الدخل. طيب يا سيدي، ضريبه الدخل بقى ديت، عشان احنا ناخد ضريبه الدخل وافرجكم على الاستاذ التحليلي ده، هنشوفه بكذا شكل. وبعد كده ان شاء الله نخلص كده يبقى احنا قفلنا محاضرتنا. وده تمرين صفحه 91، عايزكم تبقوا تذاكروه. طيب، ضريبه الدخل. بص يا سيدي الناس، افتح لك ملف اكسل كده عشان ايه؟ حسابات عامه، اشرح لك عليه القصه. لحظه واحده معايا. بسم الله. يعني ان شاء الله افتكر المكان على طول. ايوه، طب كويس، ده انا شاطر والله، ما خدتش وقت. افتح. يعمل له شير يا سيدي، هات لنا. هو واضح ان هو ظاهر في الشير من غير ما اعمل مجهود يعني. الماوس شغال. تري. احنا عملنا عمليات عليه امتى؟ المهم ماشي. الكلام ده خالص. تعالى، اكيد في شغل في. انا ليه مش عامل زرار على طول انزل من تحت من غير ما اقعد انزل واطلع؟ بص يا سيدي الناس بقى، خليك معايا لحظه. تعالى نفترض كده ايه عمليات، 3 عمليات ماليه ولا 4 عمليات ماليه، عشان اشرح لك شكل ضريبه الدخل بيبقى عامل ازاي، واعمل لك معاه بالمره. معلش بقى استحملونا، احنا 10 دقائق بالظبط ونكون مخلصين. واعمل لك معاه عمليه ضريبه اسمها ايه دي، ضريبه ارباح تجاريه وصناعيه، ونشوف بنقفلها ازاي مع ضريبه الدخل. بص يا سيدي، ادي عمليه بيع. هنفترض ان احنا عملنا عمليه بيع ب 200,000. هنقول من حساب الخزينه الى حساب المبيعات 200,000. ماشي يا سيدي. ناخد سي الت في
values عشان نعرف نبحث في السريع وما ناخدش وقت. لا انت بتستعبط. كنترول دي ايه؟ هنقول رحل يا سيدي. ادي المبيعات 200,000، وادي وطبعا الشيت دوت بطريقه الجرد المستمر. مبيعات ايه اللي مدين 200,000؟ مش حد يصحيني يا رجاله. هنا من حساب الخزنه 200,000. ماشي يا سيدي. وهنفترض ان انا عندي عمليه مثلا شراء، فهيبقى من المخزون عشان هو مستمر. من المخزون 120,000 إلى الخزينة 120,000. سجل كده عشان لو حبيت أرجع له. من المخزون إلى الخزينة 120,000. ماشي يا سيدي. لما جينا نبيع عشان هو الموضوع مستمر، فهنقول من حساب تكلفة البضاعة المباعة إلى حساب المخزون. تكلفة المبيعات أو تكلفة البضاعة المباعة، هنفترض إن إحنا تكلفة البضاعة المباعة 100,000 إلى المخزون 100,000. لما تيجي تبص على قائمة الدخل بتاعت شهر يناير، أو خلينا نقول نفترض إن هي بتاعت السنة كلها. آدي الستيتمنتس بتاعتك أهي. بص كده يا سيدي على قائمة الدخل. هنفترض يعني إن إيه، مفيش مصاريف تانية ولا بتاع، فخلينا نفترض إن أنا عندي مبيعات ب 200,000 وعندي تكلفة المبيعات 100,000. واخد بالك؟ فبالتالي صافي الربح بتاعك 100,000 جنيه. عايزين نحسب ضريبة الدخل. هنفترض ان ضريبه الدخل 22.5%. فبالتالي باجي كده بره بحسبها ضريبيا واقول ادي بره. ده طبعا بيبقى في شغل بقى مستشار ضريبي او محاسب قانوني، او بنمسك بقى ملف مراجعه كبير، والموضوع بيبقى طويل معانا يعني. بس احنا هنفترض ان هي ايه، ثبات باقي العوامل عشان نشرح الفكره. فبالتالي انا كده عندي ضريبه 22,500. دي بالنسبه لي ضريبه الدخل. حضرتك ابعت على الميل وانا هبعت لحضرتك الكتاب. لا ده مش تبع الكلام. انا لينك مش شغال معايا، لينك اللي اتبعت عليه الكتاب. طيب انا كده مكمل زي ما انا. معانا يا شباب 22,500. حسبنا لقينا ان احنا علينا ضريبه السنه دي 22,500 جنيه. بتعمل ايه سعادتك ضريبه الدخل؟ المحاضره ديت محاضره ضرائب باين عليها. ضريبه الدخل بتكون عبء على الايراد في حاله تحقق ارباح. شرط ان انا احقق ارباح عشان ابتدي اخصم عمليه ضريبه القيمه المضافه. فال 22,500 دول بالنسبه لي مصروف، بس مصروف استحقاقي. يعني ايه مصروف استحقاقي؟ يعني في حاله او عند نشوء النوع ده من المصاريف استحاله يسدد نقدا. استحاله. يعني انا ما بعملش القوائم يوم 31/12 فحدد ربحي يوم 31/12 فطلع مصروف الضريبه يوم 31/12. استحاله. لان من يعني مش هنقول من رابع المستحيلات، من تاسع المستحيلات ان انت تعرف تخلص القوائم الماليه في نفس يوم في انتهاء الفتره الماليه. استحاله. لا يمكن تطلع القوائم الماليه الا اذا كنت يعني بتعمل عمليه بيع وشراء في السنه مره واحده. ساعتها اقول لك ماشي بقى. انما منشاه وبضاعه داخله وبضاعه خارجه وعندك استحقاقات ومصاريف مقدمه وعايز تعمل تسويات جرديه وتطلع وتعمل وتعيد دراسه وحساب اهلاكاتك والموال ده كله على الاقل خالص. انا اسرع قوائم ماليه مثلا طلعتها في حياتي مثلا كان بعد انتهاء الشهر ب5 ايام. اسرع ده اسرع مره طلعت فيها القوائم بعد انتهاء الشهر. والقوائم الماليه السنويه بقى يعني كان اسرع حاجه مثلا 10 ل 12 يوم، حاجه كانت كده يعني. فاستحاله تقدر تطلع مصروف الضريبه في نفس اليوم، واصلا في ميعاد لتقديم اقرار ضريبه الدخل. ضريبه الدخل المصروف استحقاق.
يعني ايه مصروف استحقاقي؟ يعني بثبته من ناحيه انه مصروف، وبثبت من ناحيه ثانيه انه التزام. طبعا المفروض الكلام ده كنا ناخده في محاضرات لاحقه، مش في المحاضره دي. بس يلا، عشان اخونا اللي عايز نشرح ضريبه الدخل ومحتاجها ضروري. فبنعمل ايه؟ ببساطه، موضوع سهل قوي. من حساب مصروف يا بيه، يبقى من حساب مصروف ضريبه الدخل. صعبه في حاجه دي؟ من حساب مصروف ضريبه الدخل. وسيله السداد ايه؟ والله وسيله السداد استحقاقيه. يعني ايه استحقاقيه؟ يعني انا مش هينفع اسددها نقدي، فبثبت استحقاقها زي قيد استحقاق المرتبات، زي قيد استحقاق اي مصروفات لم تسدد بعد في نهايه الفتره الماليه وعند اعداد القوائم. فبعمل ايه؟ بقول من حساب مصروف ضريبه الدخل الى حساب وسيله الدفع. وسيله الدفع بالنسبه لي التزام، اللي هي ايه؟ اللي هي انا قلت من حساب مصروف ضريبه الدخل يبقى ضريبه الدخل المستحقه. عايز تسميها كده ماشي، عايز تسميها مصلحه الضرائب على العامه ماشي، مصلحه الضرائب العامه او ضريبه الدخل المستحقه سميها. بس انا بفضل تسميه ضريبه الدخل المستحقه عشان ابقى فاصل المستحقات اللي عندي كلها، بعرف ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه، كل مصروف لوحده. فيبقى بالتالي نشأ عندي مصروف في مقابل التزام. تعال نرحل القيد ونرجع نبص على القوائم. بقول ايه يا سيدي؟ القيد بتاعي قلت ايه؟ قلت من حساب مصروف ضريبه الدخل ابحث يا سيدي مصروف ضريبه الدخل من حساب مصروف ضريبه الدخل 22500. استبينا؟ استبينا. الى حساب ايه؟ مصروف ضريبه الدخل المستحقه، او ضريبه الدخل المستحقه، او مستحقات او مصلحه الضرائب، او مصلحه الضرائب العامه. كام يا سيدي؟ 22500. تعال نرجع نبص كده على قائمه الدخل حصل فيها ايه. خلاص انا ما عدتش محتاج للعمليه الحسابيه اللي عملناها بره. جابت لي مصروف ضريبه الدخل هنا من ضمن المصروفات في قائمه الدخل، وخصمتها من الارباح والخسائر. من الارباح او الخسائر، مش ارباح وخسائر، ارباح او خسائر، وفقا لاخر تعديل في معايير 2015 ادتني صافي ربح السنه 77500. الاثر على قائمه المركز المالي ايه؟ انشأت لي هنا في قائمه المركز المالي، هات لي قائمه المركز المالي يا ولدي، انشأت لي التزام من ضمن الالتزامات. لما تيجي تبص على الالتزامات تحت، ضريبه الدخل المستحقه 22500. يبقى من ناحيه ثبتها كمصروف داخل قائمه الدخل، ومن ناحيه ثانيه ثبتها كالتزام داخل قائمه المركز المالي. خلصت على كده؟ لا ما خلصتش. تعال نقفلها مع ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه المسدده خلال العام. خلينا نقول ان احنا سددنا مثلا، يعني تعال نعمل قيد مبيعات. هنقول من مذكورين مثلا حساب العملاء، حساب ضريبه الارباح التجاريه، اكتب ورايا التجاريه والصناعيه المدفوعه الى حساب المبيعات. ماشي يا شباب. القيد يا سيدي مبيعات مثلا 100000، بلاش 100000، 10000، لا خليها 100000 ماشي. مبيعات 100000، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المدفوعة ولتكن 1%، يعني 1000. حساب العملاء وليكن مثلا يبقى الفرق 99000. ولا خليها هنا بالنسبة لي، خليها بيع نقدي أحسن. يبقى خلينا نقول المذكورين حساب الخزنة، حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لحساب المبيعات، عشان مش عايز أنشئ عندي حساب للعملاء دلوقتي. ادي هنقول الخزينه اهو،
اعمل القيد بتاعك، رحل يا سيدي، هيبقى من حساب الخزنه. كان عندي هنا 200,000 زائد 99,000 حساب الخزنه، وعندي حساب ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه المدفوعه 1000، وعندي حساب المبيعات. الى حساب المبيعات هتبقى 200,000 زائد 100,000. ادي منظر القيد بتاعك. تعال نشوف الاثر على القوائم الماليه بتاعتي، ونرجع بعد كده نسوي ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه مع ضريبه الدخل المستحقه اللي هي كانت 22,500. فاكر؟ هنسويها مع ال 1000 جنيه اللي احنا دافعينها دي، بس هنفترض ان احنا في سنه ماليه جديده. لما نيجي نسوي هنفترض ان احنا دخلنا في السنه الماليه الايه الجديده. المهم، الاثر على قائمه المركز المالي ظهر عندي من ضمن الاصول المتداوله رصيد لحساب ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه المدفوعه بقيمه 1000 جنيه. يبقى انا ظهر عندي هنا اصل فلوس ليا اهي 1000 جنيه. يا محمود عليك كام لمصلحه الضرائب؟ 22,500. ضريبه الدخل المستحق. لما اجي اعمل القيد الافتتاحي وابتدي حسابات سنه جديده، سواء على برنامج او على اكسل، اجي افتح حسابات السنه الجديده، حسابات الاثر الممتد. افتكر معايا الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل كده على اكبر لكم بس الشاشه عشان تبقوا ايه شايفين معايا، لان انا لما برجع اتفرج على التسجيلات الحقيقه بزعل ان انا بيكون الكلام صغير قوي وانتم مش شايفينه يعني. فابقوا فكروني يا جماعه لما تلاقوا مثلا ايه اي مشكله قدامكم، ابعتوا لي على الشات على طول، فكروني باي حاجه. فاللي حصل عندي ايه؟ من ضمن الاصول المتداوله 1000 جنيه ارباح تجاريه وصناعيه مدفوعه، اصل فلوس ليا يا جماعه. حسابات اثر ايه ده؟ يو سكرين شيرنج، هو الملف مش ظاهر قدامكم يا جماعه؟ وانا كل دوت عمال اكتب وارحل في القيود مع نفسي وانتم مش معايا. طب قولوا لي ان انا ملف الاكسل مش ظاهر معاكم. ده انا لسه بقول لكم لما تظهر مشكله قولوا لي. ملف الاكسل ظاهر قدامكم؟ الله، امال مديني هنا انه مش ظاهر ليه؟ افتتاحي للمركز المالي، لما نيجي نفتح حسابات السنه الجديده باخد قائمه المركز المالي فقط لا غير، واعمل بيها قيد افتتاحي للسنه الماليه الجديده. اقول من حساب كافه الاصول الى حساب كافه الالتزامات وحقوق الملكيه، وتظهر معايا الارصده دي كارصده اول مده لاول مده المدينه. ماشي. الالتزامات 177,500 ارباح وخسائر العام، تظهر معاك في السنه الجديده ارباح مرحله 177,500 و22,500 ضريبه دخل مستحقه. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انا هيبقى عندي التزام منقول معايا، وهيبقى عندي قصاده اصل منقول معايا، الاثنين يخصوا حاجه واحده، مصلحه الضرائب. عليا التزام ضريبه دخل، وعندي اصل 1000 جنيه ضريبه ارباح تجاريه وصناعيه مدفوعه. فنيجي نعمل ايه؟ نفترض بقى ان هم ظاهرين معايا ارصده اول مده، هرحلها هنا قدامكم كاننا في سنه جديده يعني. هنيجي هنا عند المخزون نقول 20,000، اجي هنا ادي عند المخزون. طب احنا كل اللي عايزينه من الارصده المرحله ناخدها برضو يا سيدي. يلا والله انا حرمت من حاجه. عايز هنا المخزون، يلا ارحل لك الارصده اهو 20,000، وكان عندي الخزينه او النقديه باين كان 179,000 ولا كام؟ 179,000. وكان عندي هنا ارباح مرحله اللي هي كانت السنه اللي فاتت اسمها ارباح وخسائر العام. عندي ارباح مرحله 177,500. عندي ضريبه ارباح تجاريه وصناعيه كلمه تجاريه المدفوعه عندي 1000. عندي ضريبه دخل المستحقه 22,500 رصيد دائن. هنمسح هنا العمليات اللي عندنا في كأننا كده لسه في سنة جديدة على نضيف. ماشي يا سيدي، كده احنا في سنة جديدة بقى، خلي بالك معايا.
عدينا 31/12 عملنا القوائم الماليه زي ما انت كنت شايفها كده، نقلنا قائمه المركز المالي كارصده افتتاحيه، ارصده اول المده بتاعتنا، عملنا القيد الافتتاحي اللذيذ. تمام. ظاهر عندي بقى اصل ب 1000 جنيه ارباح تجاريه وصناعيه. يا ماوس يا رخم. ارباح تجاريه وصناعيه عندي مدفوعه ب 1000، وعندي في المقابل 22500 ده التزام عليا لمصلحه الضرائب، ضريبه دخل مستحقه. تعمل ايه بقى؟ جاء النهارده موعد سداد ضريبه الدخل. تعالى يا مصلحه الضرائب، مالك يا محمود عايز ايه؟ انا عايز اقول لك ان انا ال 22500 اللي ليكي عندي مش هتاخديهم كلهم. ليه يا وحوح؟ اصل انا ليا عندك 1000 جنيه. لا عندك حق، لا تناصح يا ولد. طب اعمل القيد بقى كده طالما انت ناصح. اروح قايل لها من حساب ضريبه الدخل المستحقه التزام، اقلبه في الطرف المدين طبيعته دائم، لما اجي اسدده يبقى مدين 22500. سددته بايه؟ بإلى مذكورين يا حاج. حساب ضريبه الدخل، ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه المدفوعه، حساب الخزينه. هي ليها عندي 22500، انا ليه عندها كام بعد اذنك؟ ليه عندها 1000 اهي. خد ال 1000 اهي اللي انا ايه مدينك بيها مصلحه الضرائب. كانت اصل، كانت مدينه، لما اجي اسويها تتقلب داينه، والفرق سداد بالخزينه 21500. يلا بينا نرحل القيد في اليوميه عندي. يلا بينا. اروح قايل لها ضريبه الدخل المستحقه، اقول من حساب ضريبه الدخل المستحقه 22500 الى مذكورين حساب ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه المدفوعه 1000 دائن، حساب الخزينه 21500. بينا نشوف الاثر كده على القوائم الماليه ايه اللي تم. تعال نشوف يا سيدي. ادي الستيتمنتس بتاعتي اللي حصل. احنا كده في القوائم الماليه بتاعت السنه الجديده، ركز معايا. حاضر. لما تيجي تبص على الاصول بتاعتك، كان عندي ضريبه ارباح تجاريه وصناعيه بقت صفر، ما عادش في منه خلاص. كان عندي التزام في ضريبه راحت فين؟ ضريبه الدخل المستحقه 22500 بقى صفر، والفرق قلل معايا. النقديه اللي كانت 179000 باين ما اعرفش وكام، بقت 157500. اما نيجي نبص حتى على الارصده في ميزان المراجعه، تعال نبص على ميزان المراجعه اهو. عندي بند مثلا زي بند الخزينه. تعال نشوف الاثر تم عليه ايه على ميزان المراجعه. كان 179000. ظهر دائن معايا في عمليه سداد ضريبه الدخل المستحقه ب 21500. غربلنا الحركه مع الرصيد، اتبقى معايا رصيد في الخزنه مدين 157500. ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه المدفوعه كان عندي اصل مدين اهو، رصيد اول المده مدين اهو ب 1000، سويته مع ضريبه الدخل المستحقه 1000، اصبح رصيده معايا متصفر. كان عندي التزام عليا لضريبه الدخل المستحقه 22500، سويت ال 22500، اصبح الالتزام اللي عندك اتسدد خلاص. وضحت الفكره بتاعت اقفال ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه مع ضريبه الدخل، ولا لسه فيها حاجه غامضه؟ على ما تردوا عليا نرجع تاني للملف بتاعنا ونشوف موضوع دفتر الاستاذ بتاع تحليل المبيعات، او بنستخدمه للمبيعات وللمشتريات وللمصروفات. نشوف شكله بيكون عامل ازاي. اللي عنده اي حاجه غامضه كده يكتب لنا على الشات في الحته اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه على مشرح الجزئيه دي. ايه استاذ التحليلي دوت بتاع المبيعات، بنستخدمه للمبيعات، بنستخدمه للمصروفات، بنستخدمه للعمليات الإرادية بشكل عام. الحقيقة يا جماعة المبيعات، حساب المبيعات أنا مش هينفعني قوي لو فتحت له دفتر الأستاذ اللي احنا شفناه من شوية ده، اللي هو بتاع
شفناه قصدي من محاضرتين فاتوا كده، اللي هو بتاع التحليلي او الفرنسي، اللي هو بتاع حركه ورصيد مدين ورصيد ودائن، قصدي حركه مدينه وداينه ورصيد اول ورصيد اخر والكلام اللطيف ده. الشات محتاجه ضروري تسلم يا ناس على التوضيح. حبيبي حبيبي يا استاذ احمد. الصوره لسه واقفه على الاكسل. طيب خلاص كويس ان انتوا لفتوا نظري. نعمل شيرنج كده وضحت اعتقد. هنا في صفحه 90 عشان لما نحب نرجع لها نرجع بسرعه. في شكل دفتر الاستاذ عشان اهو كنا بنقول دفتر الاستاذ عباره عن رصيد وحركه مدينه وحركه داينه، بسجل فيه رصيد اول. ده دفتر الاستاذ الحركي او اللي بنسميه الفرنسي. عندي نوع تاني من دفاتر الاستاذ. دفتر الاستاذ ده الحقيقه مش هينفعني قوي في الحسابات الاراديه. ممكن يؤدي الغرض، ممكن مش هقول لك لا، بس مش يعني مش لطيف. مش مش هيديني البيان اللي انا محتاجه في دفتر الاستاذ التحليلي او في الاستاذ التحليلي للمبيعات والمشتريات والمصروفات بالذات. طب تعال نشوف المستخدم عندي بيبقى شكله عامل ازاي. بينا نروح. بص يا سيدنا، دفتر الاستاذ التحليلي ده بتاع المبيعات بقسمه ب 3000 طريقه زي ما يحلو لك، بالطريقه اللي انت تشوفها. رخر تقارير المبيعات بتكون من اكتر التقارير في حسابات او في تقارير الحسابات عندنا في قسم الحسابات. تقارير المبيعات ليه بتكون شكلها كتيره؟ لاني بقدمها احيانا مصنفه مبيعات على تواريخ، مصنفه مبيعات طريقه باستخدام طريقه التحصيل، مصنفه على تواريخ. بقول من 1 ل 30، 1 1 2 1 3 1 4 1 لحد 30 او 31 1. بصنف بقى نقدي اجل مبيعات بنكيه زي ما قلنا من شويه. بصنف زي ما انا عايز اصنف واسجل يوميا. ادي تاريخ واحد بسجل مبيعات نقديه بتاريخ واحد النهارده قد كده، مبيعات اجله قد كده، مبيعات بنكيه، اجمالي المبيعات عندي كذا. يديني اجمالي عام للبند التحليلي نفسه في نهايه الفتره، في نهايه الشهر. اعرف من هنا الاجمالي الرأسي، اعرف اجمالي البند مبيعات نقديه اجماليه كام، اجله اجماليه كام، بنكيه اجماليه كام. واجمالي المبيعات، اجمالي العام بتاع المبيعات في نهايه الفتره اعرف منه هنا من العمود ده، اقدر اعرف منه اجمالي المبيعات قد ايه. ده شكل. تعال الشكل تاني لتقرير تحليل المبيعات. ممكن اقسمه على اصناف في تواريخ، اقسمه اصناف على طريقه تحصيل الى تواريخ كمان. فممكن اقول ايه؟ صنف مثلا بنطلون حريمي، صنف جيبه حريمي، صنف بنطلون رجالي، صنف الاطفالي، مش كده مثلا يعني. النقد منه كام والاجل منه كام والبنك منه كام والفيزا منه كام، والتواريخ معايا من 1 ل 30، من 1 ل 30 او 31. فابتدي اسجل كده الافق بتاعي على مدار اليوم. الصنف رقم 1 بعت منه نقد كذا واجل كذا وبنك كذا، والاجمالي العام بتاع النقدي والاجل والبنكي على مستوى الاصناف. واجمع معايا راسي، اعرف من الصنف واحد اجمالي مبيعاته النقديه كام والاجله كام والبنكيه كام. وممكن اجيب اجمالي مبيعات للصنف ذاته. ممكن شكل ثالث خالص لتقرير تحليل المبيعات او لاستاذ المبيعات. ايه يا سيدي الشكل الثالث؟ ممكن ببساطه اقسمه مناطق. ممكن اقسمه قطاعات، قطاع الدلتا، قطاع الصعيد، قطاع تحليلي اسمه تحليلي. قطاع الدلتا، قطاع الصعيد، قطاع القاهره، وسط القاهره، شمال القاهره، الجيزه، القاهره الكبرى. ما اعرفش اقسمه قطاعات. ممكن اقسمه مناديب. ممكن اقسمه مشرفين مبيعات. فبالتالي تقرير تحليل المبيعات او دفتر استاذ المبيعات التحليلي
بيتقسم عندي بالاشكال اللي انت شايفها دي مجدوله، مش الاستاذ اللي هو الحركي او الفرنسي اللي احنا جبناه من شويه وشفنا شكله. نفس الفكره للمصروفات الاداريه والعموميه، بعمل حساب للمصروفات الاداريه والعموميه حساب استاذ تحليلي، واقسم بقى اقول ايجار، كهرباء، مياه، غاز، مصاريف صيانه سيارات، مصاريف صيانه مصنع، مرتبات، تامينات اجتماعيه. فاديني بقى تحليلي كده معاك افقي وانت ماشي يكش 50 60 بند. اجي اخر الفتره الماليه اعرف انا دفعت ايجار قد ايه، مجرد ما ابص على الاجمالي العام الراسي دفعت، مرتبات قد ايه دفعت، وطبعا التحليل بتاعها على مدار الايام، مصاريف صيانه، وجبات عاملين، وابص بقى التحليلي ده في يوم واحد دفعت مصروفات مثلا وجبات عاملين 5000 جنيه، يوم 15 ايه ده، طب احنا دافعين اليوم الفلاني ده دافعين كذا ليه؟ بيبقى منه تسجيل في دفتر الاستاذ التحليلي ومنه تقرير في نفس الوقت. طيب على مستوى المشتريات نفس الفكره، مشتريات نقديه، مشتريات اجله، مشتريات بنكيه، مشتريات فيزا. مشتريات عايز اقسمها على اصناف، مشتريات من الصنف الفلاني، مشتريات من الصنف العلاني. عايز اقسم على مستوى المشتريات بتاعتي، عايز اقسمها على مستوى الموردين، مشتريات من المورد فلان، مشتريات من المورد، وانت بقى حلل زي ما انت عايز. في المصروفات، في المبيعات، في المشتريات، بقدر اعمل استاذ تحليلي منه يكون دفتر استاذ ومنه يكون تقرير اقدر مجرد النظر اليه اطلع استقراءات كتير واقدر اسال اسئله كتير من خلال التقرير ده. معلش بقى سهرناكم معانا، زي ما قلنا عندنا تقرير، عندنا بتاع دوت اسمه ايه ده، تمرين شامل تقدروا بقى ايه ترجعوا له. طبعا العمليات الاراديه الاخرى، اي ايراد بنقول من حساب وسيله التحصيل بنك او خزنه الى حساب نوع الايراد. اي مصروف بقول من حساب المصروف الى حساب وسيله السداد، سواء بنك او خزنه او لو كان على الحساب، احيانا بيبقى في مصاريف على الحساب. دي يمكن باختصار اي عمليات اخرى واي مصروفات اخرى، دي المعالجه بكل بساطه. ادي الشكل بتاع الاستاذ اللي بنستخدمه في المصروفات، احنا شرحناه من شويه. وبكده نكون خلصنا محاضره النهارده، والحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين اللي كنا متارجتينه خلصناه. نبتدي ان شاء الله المحاضره اللي جايه. قبل ما ناخد عمليه جرد الايرادات والمصروفات هنتكلم عن طريقه الجرد المستمر، وبعد كده نبتدي نتطرق لموضوع الاقفال الدوري والتسويات ونتائج الاعمال. المحاضره اللي جايه اللي هي يوم الثلاث ان شاء الله، وطبعا هنبقى ننوه على الكلام دوت عن طريق الميل. يمكن الاستاذ سماح لسه ما تعرفش يمكن بالموضوع ده. احنا المحاضره اللي جايه هتبقى في ميعادها الساعه 8 بعد كده، انما ابتداء من الاسبوع الجديد من يوم السبت هستأذنكم الميعاد هيبقى من 8:30، عشان انا يعني الساعه 8 هتبقى بالنسبه لي صعبه من الاسبوع اللي جاي، فمن 8:30 ان شاء الله ابتداء من السبت اللي جاي. انما محاضره الثلاث اللي جاي هتبقى عادي في ميعادنا الساعه 8 ان شاء الله. تصبحوا على الف خير. اللي عنده اي سؤال قبل ما نقفل وعايز يسال انا تحت امركم، ما عنديش اي مشكله. اللي عايز ياجل سؤاله للمحاضره القادمه انا برضه ما فيش اي مشكله، اللي انتوا عايزينه انا تحت امركم فيه. ملف الاكسل زي الكتاب كده يتبعت على الميل، ان شاء الله باذن الله. ملف الاكسل باذن الله ان شاء الله ابعته مجرد ما اقفل. هو مش هيبقى ملف الاكسل ده بس، هيبقى معاه مجموعه ملفات الحقيقه اللي قابلتني اللي جت قدامي حطيتها لكم في ملف الوين رار، وهبعته للاستاذ سماح دلوقتي، وهي ان شاء الله هتقوم بالمطلوب بكره ان شاء الله باذن الله. الضريبه الانتقائيه ما هي، نقول لك عليها ان شاء الله المره اللي جايه. ممتاز، ربنا يبارك فيك، تسلم. على كل ايميلات ان شاء الله، كل ايميلات في ملف مضغوط ان شاء الله. طيب يا شباب تصبحوا على الف خير وان شاء الله موفقين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.